ازيك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. نورتنا. ربنا يخليكي وثانك يو على الاستضافه الجميله. قولي انت عندك كام سنه؟ 41. يعني انت 40 بلس 1 بالظبط. ده هي يعني جايه على شفه البودكاست. طيب احنا هنجيلها دلوقتي. خلينا بقى نبدا من اول من اول ايه مارفن؟ ايه مارفن مارف كاسم ولا كأنا في مارف المجتمع؟ كاسم. مارف دي وانا صغير شويه ايام الشقاوه، يعني كنت مصاحب واحده المانيه، اوه. فهم الالمان بينطقوا الدبليو في، اها. فمروان كانت ماغفان. اها. فبقوا اصحابي يتريقوا كده، يقول لي يا ماغفان ايه، فالمهم لزقت مارف دي. اه. بس هي لذيذه يعني، لزقت لزقه حلوه يعني، ما صح. اعرفش ازاي لما كبرت فضلت معايا يعني، ليه الناس بتقول لي مارف ومارفي ومارفن والحاجات دي ومارفلس بس عملتها مثلا براند تي شيرتس، بقت ناجحه، عملتها اسم دي جي شغاله يعني، حلوه كاتشي وقصيره كده مارف. ألزم مروان ولايقه دي. عليك. الحمد لله. الحمد لله. قولي مارف كان طفل عامل ازاي؟ مارف كان طفل هادي جدا، لا. قارئ جدا، نيرد وجيك، وكانت تسليته انه يتفرج على افلام ناشونال جيوغرافيك. اه. كانش ليه في الكوره والحاجات دي خالص. بحب المزيكا جدا. يساعد في تكوين ان انا كان ليا اخ توأم نسخه، فكنا بنسلي بعض جدا. وبتعملوا نفس الحاجات، هو كمان بيحب نفس الحاجات. نفس الحاجات بالظبط، اها. متربيين كنا في بيت فني جدا. ف وكان مثلا الكتب اعمال ميكелانجلو مثلا، او اعمال فان جو، او اعمال رينوا، او يعني كلها فنانين وبتاع، فكنا ده التسليه بتاعتنا كاطفال. فكنا ويرد شويه يعني في الحقيقه يعني في اونست. الناس كانت تتفرج على مازنجر فاهم. وكده، وكان يعني كناش كرتون بقى بتاع، لكن خالص خالص. وكان مثلا فيلمنا المفضل قصة حياة أماديوس موتسارت، او ده كنت اتفرج عليه مثلا كل 3 ايام مرة. وكنت بتفهمه. لا بس كنت عنصر. بحب اتفرج عليه وهو بيلعب مزيكا، طفل بيلعب مزيكا وكبر واتجنن وبتاع، بس يعني الحمد لله. فكطفل، ما كنت. طفل هادي جدا يعني، ما مش بتاع مشاكل اها. لغايه التينيج، المراهقه، حصل 180 درجه. ايه اللي حصل؟ شقاوة بقى وجنان ومشاكل وخناقات، واتعلمت السجاير، الله. واتعلمت كل الحاجات الغلط اه. وزوغ من الحصص وي. بس بالرغم من ده كنت بطلع الاول على الفصل، امم. يعني كان عندي البالانس ده. بس حلو كنت بتذاكر. انا ما ده الغريب، انا بحب المذاكره. اه. يعني في ناس كانت بتحس انا مريض يعني انت، ما انت بيقولك. واتحمس للامتحانات، يعني ببقى مبسوط ان في امتحان جاي، اه. شوف بقى انا هعمل ايه فيه وكده. طول عمري دحيح قوي، وناس كتير ما تعرفش عني القصه دي يعني. ده حقيقي. طب قولي ايه الذكرى اللي ما زالت عالقه جوه ذهنك من الطفوله؟ في كذا واحده، بس اكتر واحده فاكرها كويس قوي، ابويا كان عنده اسطوانات الال بيز بتاعت زمان دي، وكان بيسافر يجيبها من بره، ما كانتش متاحه قوي في مصر يعني. وما اعرفش، واحنا كان عندنا سجاده في الارض فيها مربعات، يعني عليها باترن مربعات، وفي مربعات فاضيه ومربعات مليانه. فانا واخويا قررنا ان احنا نلعب لعبه، ان احنا نطلع الاسطوانات دي نحطها في المربعات الفاضيه، اه. ونحاول بقى ندوس، يعني نعدي بقى من اوه. الطرف ده للطرف ده من غير ما ندوس على ولا اسطوانه. طبعا وبابا احنا سكتنا في الاوضه فجاه، فهو اه. اول ما بنسكت عارف ان في مصيبه بتحصل. اه. فتح الباب لقى اسطواناته بقى شقى عمره في اه. الارض، بتشوف مين اللي مش هيدوس عليها. فدي فاكرها كويس قوي، لان انا فاكر ان اللعبه كانت مسليه قوي يعني، فاكر ان انا وعمرو كنا مستمتعين قوي لغايه ما ترنينا علقه بالشبشب بقى. طبعا. طبعا. وواحده تانية بقى، انا وعمرو قررنا ندهن بعض ورنيش، الله. ورنيش جزم، يعني اللي اه. هو بيقعد معاك اسود شويه الحلو ده. ده، فاهم. اه. ابويا ده ساعتها قعد يضحك يعني، ماما صوتت طبعا لان هي اللي هتنضف. طبعا. بابا صورنا بالكاميرا، جاب الكاميرا بسرعه وقعد يصورنا. اه. فدول 2 ذكريات. وفي ذكرى ثالثه، ان انا اختي الكبيره امم. لزقت مره عينيها وبقها ومناخيرها ودانها وهي نايمه بالسوليتيب، مش كانت بتشخر. اه. وما كنتش انا طفل اسف يا شقي؟ هنا والله. وما كنتش طفل شقي؟ والله ما دي امال شقاوه لو على كنت قدنا. طفل شقي كنت ولعت في كلها البيت. على قد البيت يعني كده اه. يعني. اه. تصدقي والله طلعت شقي، ما اه. كنتش واخد بالي.
بمناسبة الشبشب، يعني إلى أي حد الشبشب كان ليه تأثير في لا في طفولتك؟ الشبشب اثر جامد. اه وعلى فكره انا اصلا بابا لما كبرنا كده اه في يوم كده من غير اي حاجه قرر كده انا اسف على كل مره ضربتكم فيها وبتاع. قلت له اصل ده اللي كان بيحصل يعني، ده كل اه الناس كانت بتربي كده. وبعدين احنا كنا بناخد شبشب، في اه غيرنا كان بياخد حزمه. اه اه فانا الشبشب ده عادي اصله كاوتشه في الاخر يعني اه اه بتميل يعني. اه بس لا احنا اخدنا شباشب بس لما كنا نعمل مصيبه، ما كانش عمال على بطال. في سن المراهقه تحديدا انا فاكر يعني في كذا مره عملنا حاجات يعني بس حتى ما ينفعش تتقال على البودكاست يعني. اه وبابا كان لازم يربي بقى يعني هيعمل ايه. طبعا فلا انا من جيل الشبشب وافتخر. اه انا ما بعملش كده مع اولادي بصراحه، بس مع اني نفسي بصراحه يعني لو بتتفرجوا اعرفوا ان انتوا اترحمتوا من هذا الموضوع. بس عندي اربعه وانا كمان نفسي والله العظيم، انا نفسي يرجعوا الشبشب تاني. ليه ما يرجع تاني مش ترند هينفع، يعني ايوه انا مش هينفع استخدمه لوحدي، انا نفسي كلنا كأمهات وكأبهات نرجع الشبشب تاني. طبعا. في مواقف بتبقى محتاج عايزه الشبشب، الشبشب، هو ده ما فيش الحل غير الشبشب. الرادع يعني. وبعدين ماما كانت بتعملها بطريقه لذيذه قوي. كانت لما يعني تشوف بدايه شقاوه اه تاخد الشبشب تحطه جنبها. عارف اللي هو شوفي موقعه فين. لما يبقى هنا تعرفي ان اللي الجايه ايه هيطير، اللي هو اللي بيلف حوالين الشقه ده. اه بس برضو كانت شباشب يعني معتدله يعني، ما كانش فيه عنف قوي يعني بصراحه. احكي لي كده مصايب المراهقة. انت بتقولي انا اتعلمت سجاير، اتعلمتها اه ازاي؟ اصدقاء بقى الطريقة التقليدية، اللي هو تعالى خد ما تيجي سيجارة، نجرب لا انت مش الاول. راجل لازم تاخد سيجارة، هي دي ايه ده، بالظبط فاهم؟ وانا عشان ازاي الكلاشيه ده بيتكرر عبر الاجيال؟ انا في حالتي انا عشان كنا نيرد يعني، انا وعمرو كنا امم جيكس ونيردز وبتاع. فلما حصل السويتش بتاع المراهقه اللي فجاه بقينا بنحط جل ومش عارف ايه اه وبتاع، ففي حته شبحنه كده بتظهر في طب الرجاله بالذات. اه ويبتدي بقى ايه، ما هو احنا كده كنا التسعينات. في المراهقه التسعينات كان السجاير علامه الرجوله طبعا وكده طبعا وبتاع. كانت الترند بتاع الجيل ده. فكان كل واحد فينا عايز يشرب سجاير عشان يحس انه كبر يعني. امم فطبعا ابتديت بان انا بنفخ ما باخدش امم الدخان على صدري. طب وبعدين وانس ان خدته على صدري انتهى. ادمنت السجاير يعني. امم خلاص بقى كل مصروفي باخده بقى اه في بادجت سجاير بتطلع. اه انا اسف يا ماما ان انت غالبا تسمعي الكلام ده لاول مره يعني. بس يعني كان في بادجت سجاير بتتعمل. اه وفي بقى مصايب تانية بقى زي مثلا انت قعدت تشرب سجاير في السر، ماما ما ماما تعرفش؟ لا، ماما ما عرفتش غير في اواخر المراهقه 18 كده. اه كان بقالك كام سنة بقى لا هي كانت عارفه طبعا، بس يعني بتشم طبعا الريحه وكل حاجه، اه بس ما مش اه عايزه تعترف ان ده حصل وان احنا هنتكلم في الموضوع. اه ابويا لحد امم يومنا هذا ما امم بشربش قدامه سجاير. اوه ما اعرفش فيها يعني. يوم فرح انا فاكر يوم فرحي، امم يوم كاتب كتابي امم واقف وكنت بشرب سيجاره وبابا جه رحت راميها كده. وكانت لسه عروسه بقى. اه حسيت لا هروح مليانة. اجيبها، ده كبرت خلاص في ايه. بس كنت بخاف من يعني. بابا فضل ما يعرفش ان احنا بنشرب سجاير غير امم في نصاص العشرينات يعني. ماما قلنا لها بصراحه لان بس احنا كنا بناخد بالمناسبة عايزة اقول لك، في الحاجات اللي كنا بنعملها دي، انك تخاف من باباك وما ينفعش تشرب سيجارة امم قدامه، اني ما ينفعش اكلم مامتي وانا مش قاعدة كويس، امم انه الحاجات دي امم حاجات حلوة ما عرفناش نعملها مع اولادنا. مش عارفة ليه ما عرفناش نعملها معاهم. انا عرفت اعملها شويه يعني. عرفت انا عامل بالانس شويه في موضوع الديسيبلين ده، الجزء التربوي اللي فيه شويه سنه عنف يعني. امم مش في جز يعني امم يعني ببرق وبعمل امم ومفيش حاجه اسمها ان انت بتغلط يعني. في اتجاه عام كده اصله في التربيه دلوقتي اللي هو ابني ناجح مهما عمل وكل اه حاجه وحبه بنسقف له عليها اه انا بحس ان ده بيبوظ الاطفال بصراحه امم شديد. ده بس ده رايي طبعا، وده امم كل انا بالنسبه لي لا. اتعب ولما تغلط تتعاقب طبعا ولما اصغر لك تسمع الكلام وبتاع. امم بس الحته اللي شلتها هي حته العنف عشان ما يطلعش امم جبان يخاف من اه الضرب ويخاف من البتاع. اه فايه يعني ممكن يتحداني بس في الاخر انا امم بابا وكده يعني. في الحته امم اللي هي دي ف مهمه بصراحه. انا عرفت اعملها مع اولادي بصراحه. امم بس بشوف ناس كتير قوي فاشله في القصه مش عارفين يعملوها. عارف تعملها، وعارف تعمل حالة التوازن بين انك انت تبقى بابا وفي نفس الوقت تبقى صاحبهم، بتعملها ازاي؟ آه، انا بالنسبه لهم دمي خفيف قوي يعني. امم
كأب يعني انا بقعد اغني لهم اعمل لهم رقصات واسمعهم مش شبه مزيكا بقيه شعبي الابهات وصحابهم وكده. ف... فجبريل ابني، وخصوصا لما ابتدى يكبر، هو دلوقتي 12، ف 12 داخل على المراهقه، بقينا باديز كل شويه اه نقرب من بعض اكتر. يونس ده كيس نايلون صغنن كده اه ده غلبان، بس يونس اه ده نسخه مني شكلا، فبينا ارتباط معين كده. بس انا بحرص ان انا الوقت اللي اقضيه معاهم يبقى فن، يعني يبقى دايما الذكريات اللي هم فاكرينها عني، بابا اللي بيهزر اللي بيضحك اللي بيعمل فانا عامل البالانس ده. للاسف الشديد جدا كان بيبقى فيه اوقات كتيره قوي ان كل الناس بتقول له هنقول لبابا، طبعا على ان انا مامتهم طبعا بتدلع، يعني مامتهم بتدلع جدا، وانا متفهم ان هي ام في الاول وفي الاخر، طبعا. بس في حته هنقول لبابا فبحب اكسرها بان انا ابقى بهزر وبعمل والعبهم ونقعد نكتب قصص مع بعض ونمثل مش عارف ايه مع بعض كده. يعني انا بابا كان بيعمل معايا كده، يعني واحنا صغيرين عندي يعني كل ذكرياتي مع ابويا. وقلت لماما لما كبرت، قلت لها انت اتظلمتي، لان انت كنت يا حبيبتي اكل وشرب وحمى انت كنت تعملي لوجيستكس، صاحبنا عليكي لما كبرنا. انما بابا من واحنا اطفال كان يقعد يقرا لنا قصص ويعمل اصوات، يقول هو ها وي وي وبتاع. فكل ذكرياتي بتاعت الطفوله مع بابا، فانا بعمل كده مع ولادي، يعني حابب ان ده يبقى موجود يعني في حياتهم. ايه الفرق بين طفولتك وطفولة ولادك؟ الفرق اللي كلنا بنعاني منه انه ما كانش فيه تكنولوجيا وقت طفولتي، فكانت التسليه تحسيها كده فيها بركه يعني، حقيقية يعني. حقيقيه كده. اه نركب عجل وننزل ونعمل مصايب في الشارع، ونروح نرن الجرس اه ونجري ونرمي طوب في مواسير المجاري، يعني كان حاجات انا ما اتخيلش ان ابني يعملها دلوقتي. وبعدين ما اعرفش الدنيا بقى الظاهر زمان كانت الدنيا افضل وامن شويه، كانش فيه كونسبت الكومباوند ده اصلا، يعني طبعا. انا اساسا من الظاهر. وبعدين بعد كده رحت مدينه نصر، فانا كنت فاكر ما كانش فيه تليفون، فكنت ماما انا نازل اه بنزل دي وارجع لها بالليل، اه وهي مش عارفه انا فين وبتاع، بس هي مطمنه وهيكون بيعمل ايه، يعني نلف بالعجل حوالين المنطقه وبتاع. وولاد جيراننا بتاع، وكانت الناس ونلعب مع عارفة اولاد بعض بالظبط بالظبط كده. والناس بتعمل حساب لبعض ويعني. دلوقتي فكره دي بقى يا مزعجه بشكل، وببقى عايز اقول له يا ابني ارفع عينك كده، بس هتشوف حاجات حلوه جدا وهتكسبيرينس حاجات كتيره. ده يمكن يكون بس الفرق للأسف الاساسي. يعني ده موجود في ولادنا وملهوش حل. بس يعني بتسحب التليفون لوقت معين وبترجعه تاني، هتعمل ايه؟ انا مثلا كان ايامنا كان في الاتاري، فلما الاتاري ده دخل بيتنا ما كناش بنقوم من عليه. فانا زي ما انا كان عندي ادمان هذه الجيمز، فانا معترف ان هم خلاص، ما هم ده جيلهم، يعني ما اولادي مش الشاذين عن القاعده، هي دي خلاص بقى ده لا هي النورم يعني. بس يعني خساره، يعني في حاجات كتيره قوي ده تتعمل. حقيقي. بس ده حقيقي. قول لي ايه السلوكيات اللي كانت عندك في المراهقة وخدتها رحت بيها الثلاثينات؟ الحلوة والوحشة. آه هو لغايه نص الثلاثينات امم انا طول عمري كنت لعبي قوي وبحب البنات قوي، طب دي حاجة حلوة. بلاي بوي يعني. ده دي بس حاجة انا ربنا لطيفة. هداني الحمد لله بعد الحمد يعني لله. في قول. اخر 30 كده. هي طبعا هند هتتفرج معانا على هند البرنامج. لا بس هند عارفه الحمد لله، وانا حكي طيب لها التاريخ كله من اوله لاخره، غير ان هايل اصحابي حاكيين لها اصلا هايل. طيب يعني الفايل كله عندها. أيوة بالظبط. تمام. من السلوكيات اللي خدتها من التينز للثلاثينات هي كانت الحته دي، يعني وما تغلبتش عليها بسهوله يعني فضلت طول الوقت كده عيني زايغه وبتاع ومش عارف بدأت ايه. ازاي؟ احكي لك عشان دي قصه خطيره. ارجوك. هي بدات بعقده. اه كان ايامنا الصحوبيه في المدرسه كانت بتمشي بسيستم، في بروتوكول كده محطوط، الولد بيعجب بواحده فبيروح يقول لها مساء الخير انا اسمي كذا وعايز اتعرف عليكي، ممكن اصاحبك؟ اوكي. فتقول له هفكر، وهي ما فكرت اصلا. اه فتروح وتيجي تاني يوم تبعت واحده صاحبتها تقول له او لا. ده كان البروتوكول. اوكي. فانا كنت جيك، كنت نرد كده لسه، ما كنتش لسه طلعت من الشرنقه بتاعتي يعني. اصحابي كلهم بيصاحبوا، وانا كانت في واحده عجباني مش هقول اسمها بقى عشان ما تتبسطش، ورحت لها وقلت لها ممكن اصاحبك؟ فراحت، وكان معاها صاحبتها، راحت قالت لي انا اصاحبك انت؟ وكلهم ضحكوا بفقره ستاند اب كوميدي يعني. الله. فجاه حاسس ان انا بنطلوني اتقلع يعني، طبعا عارفه اللي هو طبعا. اللي مش عارف ايه اللي ده.
انا فاكر اليوم ده رجعت البيت مش هزرع المدرسه تاني. قعدت اعيط عياط واقول طب انا فيا ايه وحش ده، بالعكس ده انا فنان وانا برسم وانا بعمل وبلعب بتاع. اه فدي اللي جابت لي العقده. السنه اللي بعدها على طول اه لبسي اتغير وشكلي والشعر والبتاع، ولعبت درامز في المدرسه فبقيت بوبيلر جدا طبعا. وخلاص. وخدت على نفسي عهد ان انا يعني هموت البنات هبقى كلها، كازانوفا هصاحب في 4 على نفسي. بعض هنتقم منكم فضل كلكم. ميشن مش اه طبيعيه ان انا عايز اصاحب كذا واحده على بعض، وعايز يبقى تعرف عني ده. ف... فهي اساس المشكله هي البنت دي، اه بنت واحده هي اللي عملت في كل ده بس. وفضلت مكمل، وفضلت مكمل. بتبذل مجهود كبير جدا ان انا وبعدين بقى كل ما بقيت بكبر وبعدين مسؤوليه الجواز بقى، وبعدين خلاص. من الواحد لما بيتجوز بيحس لا انا I have a lot to lose، يعني انا مش عايز طبعا مش هدمر بقى كل اللي انا بنيته طبعا ده عشان عيني زايغه. طبعا. فالواحد بيتعلم بقى يحجم اما هو نفسه. عملته كنترول ازاي؟ يعني قلت لعقلك ايه؟ بصي في جوازتي الاولانيه هو كان موضوع منهجي جدا. ان انا دلوقتي متجوز ودي مسؤوليتي ولازم احافظ على هذا البيت. في جوازتي التانية لانها كانت ريسنت، انا بقالي مثلا دلوقتي داخل في السنه الثالثه يعني. لا ده انت طلقت 2019 واتجوزت 21 انا يعني. اه عملتها ازاي؟ لا طلقت 2019 وبعدين صح دخلت في كذا علاقه كده اه لغايه ما قابلت هند. اوكي. هند طرحتني ارضا. اصل انا هاي كنت معجب بهند يعني. كنت بعد ما طلقت كنت اوريدي كنت شفتها قبل كده واعجبت بيها، بس خلاص بقى قلت ايه انا لسه مطلق بقى فبراحتي. اه بس لفيت لفه. لفتي عشان لفيت اطلع كل حاجه اوت لفتك اوف ذا سيستم. انا اه راجل سنجل بتاع. تمام. بس انا حصل لي حاجه غريبه جدا مع هند. انا عندي سنسور طفى كده، يعني السنسور اه نفسه طفى. انا ما بقتش انترستد اصلا ان انا ادور في حته، ولا يعني حته الصيد اللي عند الراجل دي اه اتقفلت كده. مش عايز حاجه، مش عايز، انا تمام. ازاي يحصل ده؟ انت عارف ده انه ربنا يعني. نص الطلقات اللي بتحصل دي بسبب النقطه دي. موضوع السنسور اللي ما بيفصلش. اه لا انا ما ولا مش عايز والخناقات خلاص. والحاجات ازاي ما هو لا تساليها هي. والله العظيم مره قلت لها انت عامله لي عمل. اه وانت زي ما انت بتقولي فعلا هي دي مشكله الرجاله كلها. اه ولما بيكبروا يتجننوا اكتر، اه عايز يبقى ديزايربل وعايز البنات تبقى بتبص له وبتاع. انا ولا فارقه معايا خالص، مش عايز حد يبص لي اساسا. انا تمام ميد. انا كانت كده حلو. فحصلت ازاي؟ والله العظيم انا ما اعرف يعني حقيقي ملهاش تفسير عندي علمي ولا اي حاجه. لا طب احكي لي قبل هند، المرحله اللي قبل هند اولا ليه خدت قرار الجواز الاولاني؟ ليه قررت تتجوز؟ ما انت كان ممكن ما تتجوزش. لا انا كنت بحب داليا جدا. يعني انا وداليا قصه حب، كانت قصه حب معروفه يعني. وفي الميوزك سين كان لينا قصه يعني شهيره جدا. وهي داليا بصراحه شخص لو عامله لسته ايه الحاجات اللي الواحد بيدور فيها هتستوفي كل الشروط. كانت تستوفي كل الشروط. بس اللي كان زائقني قوي على فكره ان الموضوع يبقى جواز. ان انا اخويا التوأم اتجوز وانا وهو مرتبطين من بعض جدا. قعدنا 28 سنه عايشين وشنا في وش بعض. فلما اتجوز وساب البيت وبقى ليه حياته وانا قاعد لوحدي كده، حسيت بوحده. حسيت بوحده. وحسيت انا برضو عايز اللي عنده ده. يعني بيته وعفشه وبلاي ستيشنه وبتاع. فتعرفت انا وداليا في الوقت ده وكانت قصه حب جميله جدا. وفضلنا موفقين 8 سنين خطار يعني. بس بعد كده بقى يعني حصل بقى ظروف عاديه بتحصل لاي اتنين متجوزين، عدم تفاهم مع ضغوط حياه، مع عدم يعني مش شايفين نفس الحاجه. وعلى فكره احنا اصحاب جدا. هي دي احلى حاجه، ان احنا ما اتطلقناش بخناقه. احنا يعني اتطلقنا بشكل سيفل جدا وجميل وخلاص وتمام وولادنا وهي عاقله قوي يعني الحمد لله. طيب يعني محظوظ في الحقيقه الحمد لله. احنا يعني محاكم الاسره عندنا في مصر فولي بوكد. مش لاقيين ترابيزه والله العظيم فولي مش عارفه. لا قول لي عايزه، لان دي نقطه مهمه جدا. لا قبل هند وقبل السنسور ما يطفي وقبل كل الحاجات دي، لا قول لي انت قلت لنفسك ايه؟ عشان اتجوز ولا عشان ان انا اخش في جواز تاني ولا
طب ما انا ما انا قلتش دلوقتي سنجل، ما وانا قلتش راجل ده. بحب البنات وعايزه اعرف ستات انا كتيره، هقول لك على حاجه، اروح قصه اتجوز غريبه ليه؟ جدا. انا اه. حتى هند نفسها لما كنا لسه في بدايه العلاقه، انا كنت بقول لها انا مش ناوي اتجوز اصلا، انا مش عايز اتجوز. انا تروماتايز. هي بقى هي شاطره قوي بصراحه. هي قالت لي مش مهم، انت مستعجل على حاجه؟ قلت لها لا مش مستعجل. مش هتقاومي يعني؟ قالت لي لا مش هقاوم، انت حر يعني تمام. بس لو احنا مش رايحين في حته يبقى خلينا اصحاب، يعني خلينا اه. اصحاب من بعيد وبتاع. انا ما هي قالت لي الجمله ما قدرت، اتجننت اه. وفضلت الاحقها يعني لغايه بقى انا اكتشفت بقى مش عارف اعيش من غيرها يعني. بس رحت اتعرفت على اهلها، طلعوا ناس يعني انا حبيتها اكتر بعد ما شفت اهلها. ف غالبا هم اللي طفوا السنسور، مش عارف يعني مش عارف عملوا ايه بصراحه. بس حقيقي انا من شمال خالص ليمين خالص. اه. انا قبل هند كان ده يعني كان ابتدى يطلع عليها سمعه يعني، مروان وعلى طول في الاماكن بيعمل ايه ومش عارف ايه، واصحابي كلهم بيلموا ورايا بقى مصايب وفجاه تك خلاص طب لو حد عنده المشكله دي ومش عارف يتخلص منها، والمشكله دي عامله له مشكله في بيته او في علاقته بالست اللي بيحبها او مراته او ايا كان، انه لعب يعني انه انه لعبي زايغه. ومش عارف، امم يعني كتير بسمع كده انه مش عارف، يعني حاجة مش عارف ابطلها، مش عارف كده، اصله ده العادي، اصله الطبيعي، اصله كل الرجالة كده. ايه لا عارف الجملة دي ايوه بتاعت اصله كل الرجالة كده؟ هو حقيقي ان كل الرجالة كده؟ لا لا انا بحس انها عامله زي انا حاسس، عارفه اشبهها لك بيها، حاسس ان انا شبعت. انا اكلت كفايه خلاص وكلت سوشي ومكرونه وترشي ورنجه يعني كل خلاص فتمام. وبعدين وفي جزء تاني هو الست اللي انا معاها دي بقى ماليه حياتي قد ايه. لان في ساعات بتبقى مش هقول غلطه الست، بس هي غلطه الكيمياء اللي اه. بتقلب جوازه بقى، وبتقلب بقى دمها تقيل كده، وبتبتدي بقى روتيني قوي ونبتدي بقى نبقى ايه. طب انا هي تمثل لي الست اللي هتطلب مني حاجه، اه. وانا امثل لها الشخص اللي على طول قرفان وقالب وشه. اه. مفيش مغامرات بنعملها مع بعض، مفيش، ما بنخرجش. انا وهند اللي مخلينا محافظين قوي على علاقتنا ما شاء الله يعني ان احنا بنخرج خروجات بتاع احنا مفيش خشب، بس ممكن ده حديد مش خشب بس، بس ده خشب. ان احنا بنخرج خروجات بتاع عيال صغيره، اه. ونسهر بتتنططوا ونطبق وبتعملوا ونعمل حاجات، يلا. ونسافر اه. وبتاع اه. فعايشين حياة مراهقين يعني. فده عامل لنا شوية لذاذة كده في الحياة، وبنتبسط مع بعض. مفيش حتة ايه طب انا هسيبك بقى عشان انتي مملة. هي اه. مشاركاني في حاجات كتير قوي. احنا الاتنين مثلا بنحب الالكترونيك ميوزك جدا، بنحب التكنو قوي. فتقعدوا ممكن تلعبوا فنقعد مزيكا، تعملوا حاجة مع بعض. ولما انا مثلا ابتدي الف مزيكا، هي بتبقى انترستد تسمع ان انا بعمله. الحاجه الوحيده اللي مختلفين فيها الافلام، يعني هي بتنام في اول 10 دقايق. اه. هي ما بتحبش الافلام. مش الافلام خالص. طب أنا بتعرف بموت فيها. تطبخ؟ خطيره. بتطبخ حلو؟ طب دي خطيره. هايله، يعني بتطبخ حلو. في ايه يا مروان؟ ربنا في ايه؟ يستر. في ايه يا مروان؟ شفت السنسور طفى بس خلاص، يعني هي مش ماليه معقوله الدنيا. كده، يعني مش معقول. بس برضو انا لما كانت هند تقعد تسالني طب انت كنت ليه كده، انا بالنسبه لي الموضوع بيولوجي بحت. طيب كل الحيوانات اللي في الدنيا، الديك والثعلب وكل الذكور، اها. مهنته الوحيده في الدنيا ان هو يتكاثر، اه، ده حقيقي. يروح يدور على اكبر عدد من الاناث عشان يتكاثر. عشان ينشر ذريته. اه. ده بيولوجي. اه. احنا في الاول وفي الاخر برضو حيوانات، بس عندنا مخ. بس الحته الحيوانيه دي بتشتغل، يعني ده غريزه. طبعا طبعا. ان انا عايز انشر ذريتي، فاقعد ادور على البارتنر اللي عجباني البتاع. فانا بشوفها كده. اللي بتدخل بقى في الموضوع هو المخ بقى والمشاعر والحاجات بقى بتاعتنا اللي ربنا اداها لنا يعني كبني ادمين، ان احنا ننفصل عن الحيوانات يعني. بس في الاول وفي الاخر ده غريزه. ان هو الراجل كده. الست لا، ما هو برضو الستات في الانيمال كينجدم هم بيدوروا على ذكر واحد، بيبقوا هم ده الالفا بتاعنا. وممكن يبقوا كذا واحده منومين على ذكر واحد. ده حقيقي. ففكره الصيد دي ده انا بشوفها غريزه.
طب عايزه اقول لك حاجه مهمه انت قلتها، ان انت وهند دايما بتعملوا حاجات مجنونه مع بعض وتخرجوا في اي وقت ويلا بينا مم. آه... ما هي في مشكله انه الراجل المصري عايز ست للبيت وست للفرفشه. وست للفرفشه اه يعني، وست تانية طيب ما هو ما بيقبلش ان مراته ام ولاده اه انها تلبس لبس بعينه وتخرج معاه خروجه بعينها. لا اصل الخروجات دي مراته ما ينفعش تيجي معايا فيها، لا اصل بتاع. يعني ما هو الارث ده برضو اه امتى نتخلص ما هي منه؟ ايه الخروجات اللي ما ينفعش مراته تيجي فيها دي؟ ما هو لو هو عايز الخروجات اللي ما ينفعش مراته تيجي فيها دي، يبقى هو بيدور على حاجه بره المنهج. انما يعني لو احنا هنروح كلاب مكان سهر، ما هو فيهوش حاجه يعني. ما ايه اللي ما ينف... ليه ايه اللي هيخليني ما ينفعش مراتي تيجي معايا يعني؟ هل انا وبعدين ما احنا ممكن نبقى مثلا كذا كابل متجوزين، فده نشاط بنحافظ على بعض كلنا، ناخد بالنا من مراتات بعض عشان لو طبعا مثلا حد راح الحمام محدش يعاكسها بتاع. طبعا. وخلاص ما احنا متفقين كلنا وبتاع. انما لو هو عايز يروح كباريه مثلا يتفرج على رقاصه، دي قصة تانية بقى يعني. هياخد مراته ليه معاه كباريه؟ وعلى فكرة هي ممكن مراته تقول له روح يا عم تتفرج على الكباريه يعني، مش مشكلة، مش لازم تيجي معاه في كل حاجة يعني. اه ده حقيقي. فالراجل لازم هو من جواه شوية يفهم ان هو لا، لازم مراته تشاركه شوية أنشطة. والست لازم آه، ما ما ت- ما تبقاش داخله في منافسه في الحاجات اللي هو عايز يعملها. بالعكس ده تحاول تشاركه، ومن غير ما تبقى اللي هو خدني معاك. ما يمكن هي حاسه بعدم الامان يعني شويه الفكره دي ان انا اديك المساحه دي تتحرك فيها، انا محتاجه ان انا ابقى مطمنه، فهي برضو في بقى جزئيه ثقه لازم تبقى عند الست. ثقه يا عم روح يا عم، انت هتمثل، هتروح تعمل ايه يعني؟ اه انت كفايه قوي ان انت معايا يعني. دي تجنن الراجل، تجننه يعني، يبقى طول الوقت حاسس عايز يرضيها. فده نصيحة بالبلاش يعني، بلاش كده انا بقولها لكم يعني دايما بجد. على قد ما الناس تقعد تقول لي يا عم دي حركات افلام وكلام تينيجرز، لا لا هو ده بجد. الست طول الوقت لو حسست الراجل ان هو يا بختك انك معايا يعني، يفضل طول الوقت بيحاول يرضيها باي شكل، وما يبصش بره يعني. حاجة تانية بس لازم بقى. برضو ده يبقى حقيقي يعني. مثلا لو هي ست مم. يا لا تطاق وبالبلة وبتقول له بص ايدك ان انا معاكي لا هيحجز ده خلاص هيحجز لها عند دكتور لا ده يعني. ما تتجوزش اصلا بقى، لا دي فاهم؟ فاحنا برضو بنتكلم عن كذبة ان الست تبقى واثقة من نفسها وعادة الحالات دي بينجحوا بيعدوا. احنا موضوع الجواز في جيلنا بقى يعني مشكلة عويصة. ده حقيقي جدا. ان احنا نعرف نكمل، ان احنا نعرف نعيش مع بعض، ان احنا نعرف نختار شركائنا في الحياة، بقت حاجة صعبة وبندفع ثمنها غالي جدا يعني. وقت من عمرنا ومن مشاعرنا ومن طاقتنا، واحيانا قرارات يعني بتزعجنا لباقي حياتنا يعني. فهو الفايل ده فيه شوية مشاكل كبيرة قوي. ده حقيقي. اسمها انه الجيل بتاعنا محتاج يبطل يرقص على السلم. يعني شويه انا قديم زي بابايا ومامتي، فانا لازم اتجوز بطريقه بابايا ومامتي، بس انا دلوقتي عايش مع بس احنا الجيل اللي في النص. ازاي؟ احنا الجيل اللي حضر ما قبل التكنولوجيا وما بعد التكنولوجيا. احنا شفنا السوشيال ميديا على كبر. فاحنا فجأة لما ما كانش فيه اي باسكت ابص فيه، فجأة بقى يا نهار اسود. كل دول هعرف ابعت لهم رسالة كده عادي، وممكن بقينا عايشين في الهوا اشقط واحدة عادي من اونلاين طبعا. يعني. فاحنا جينا عارفه زي الشبع اللي من بعد جوع كده، او اللي هو ما كانش في حاجه خالص، وبعدين فجاه بقى في كل حاجه. فاحنا مش عارفين نقف فين يعني. انا اعمل ايه دلوقتي؟ امشي مع دول القدام والفاليوز بتاعت زمان، ولا امشي على الفاليوز؟ العيال الصغيره ما عندهمش المشكله دي خالص. لا خالص، لا وبسرعه اقلب يعني، طبعا. خش في مش حلوه يلا اللي بعده. لا عارفين هم عايزين ايه كمان. لما هتختار هتعرف هي بتختار ليه، وهو لما يختار عارف هو بيختار ايه وكده. بس هما برضو عندهم بقى مشكله الاتنشن سبان، اللي هو اللي ما بيعرفش يركز اكتر من 10 دقايق. ده حقيقي. فسرعه حياتهم دي ممكن برضو على فكره تضرهم، بس دي هتبقى اسلوبهم هم. بص يعني هيبان، هي اصل دي هتبقى تجربتهم، وهيبقى طبعا عندهم تحدياتهم يعني. هيبان صح. بس يعني احنا بقى الفورتي دول ادي للناس انت جوه علاقه ناجحه يعني، واضحه لينا واحنا شايفينها ناجحه. ادي كده يعني روشتة للناس
وهي بتختار يعني. مم. انت عندك تجربتين جواز، مم. تجربة لم توفق وتجربة حالية موفقة. اه الناس وهي بتختار تعمل ايه؟ طيب، اللي هقوله بقى فيه تناقض مش طبيعي جدا. ما احنا اه متشخرمين يا عم. قول. ال... يا جماعة الست ست والراجل راجل. معلش يعني فكرة المساواة وانا راسي براسك وانا بجيب فلوس زي زيك واحسن منك، وده مش حلو. ده بيقلل من أنوثة الست. بالنسبة للراجل احنا هايفين جدا احنا في الاخر. يعني ممكن تبقى فعلا بتجيب فلوس اكتر منه، بس انت الخير والبركة يعني. وفكرة ان الست تدلع الراجل وتعمل له ده مطلوب. مفيش راجل ما بيحبش ازاي ده. نقنع الستات في الوقت مش الحالي هنعرف. اللي فيه دعاية كبيرة جدا وكل برامج بتشتغل على انه لازم تبقي مستقلة ولازم راسك براسه ولازم الخناقة المنصوبة دي اللي مش عايزة تفض؟ يعني ما ازاي حاول. نقنعها انك ارجعي ست؟ ما فيش طريقة. ما للأسف. بجد حقيقي هي دي مشكلة حقيقية جدا في كله. وكل الستات اللي هم سترونج اندبندنت اللي هي اتقلبت نكتة، مع ان هي حاجة كويسة. يعني هو حاجة كويسة ان الست تبقى ما هي بتشتغل اتنفذت بطريقة. وتعمل. بس هي على حسب الاوبجيكتيف بتاع الست. يعني هي عايزة ايه؟ يعني الست عايزة تتجوز وتتستت وتبقى عندها ما هي علاقة. الست متلخبطة يا مروان زي ما الراجل متلخبط. وعندها حق. فاهم؟ عشان نبقى دلوقتي صراحة انت يعني. كان مكانك في البيت، بتطبخي وتعملي وتاخدي بالك من الولاد، صح. الكيرنج، انت مخلوقه اصلا علشان تعملي الدور ده. اه بس المجتمع بقى، الحياه ايا كان، خرجتي تشتغلي صح. فبتعملي دور مش دورك وبتعمله احسن من الراجل كمان في بعض الاحيان، او في احيانا. معظم الاحيان كمان. لان يبقى هي كائن مخلوق مليان تفاصيل وبيركز في صح. التفاصيل. الراجل عايز يتبسط، خلي بالك، اكتر من الست. يعني دايما عنده فكرة ان انا اعيش الحياة، والست جبر يعني يعني. طول الوقت عايزة تربي، عايزة تاخد بالها. فهي طلعت تعمل دور مش دورها، فهي متلخبطة. انا دلوقتي بلعب دور الراجل بره البيت، لما ارجع البيت افضل أعمل إيه العب بقى؟ دور. طب ما في راجل في البيت، طب انا كده بلعب الدورين، فانا كده مضغوطة اكتر منك. فاول ما العركة تقوم والخناقة تقوم، طبعا انا بعمل وانا بعمل وانا بعمل، وهي حقيقي عندها حق، بس هو ده ما يبنيش بيت، ما هي دي بقى، ما يعملش دي حياه. المصيبه بقى. طب يعني تتحل ازاي بقى؟ مش عارف والله العظيم. انا يعني اهو بقى خبره جوازتين. اه انا يمكن اللي ممكن يكون طفيل السنسور اه ان انا هند بالنسبه لها الست ست والراجل راجل. وبشكل اولد سكول جدا. يعني اكلت يا حبيبي اعمل لك الغدا، اعمل لك الحاجات دي. فانا ببقى داخل البيت راجل، ففي طبعا ماسكلينيتي، فبحس طبعا ان انا راجل البيت. فبالنسبه لي هي تبقى ست بقى طبعا وانوثه وبتاع، وادلعها ويا طبعا حبيبه واعملها كبنتي طبعا وكامي وككل طبعا حاجه. طبعا. هند بتشتغل بس مش هاي بروفايل، مش هو ده اللي شغالها طول الوقت. اه عندها بيزنس بتلعب بيه كده بتاع، ممكن تنجح ساعات ممكن تفشل ساعات، بس انا في ظهرها واساعدها في الماركتينج واساعدها في الكلام ده. بس مش ده المستحوذ على تفكيرها، انها طول الوقت عايزه تدخل معايا في منافسه. مين فينا اللي انجح؟ لا، ما احنا مش في منافسه. طيب، في ستات تركيبتهم اصلا وهي ناجحه، هي فعلا كست ناجحه جدا وشاطره جدا وبمليون راجل في شغله. دي تعمل ايه؟ انا ما اعرفش، لان انا ما اقدرش ابقى انا انفير ان انا اقول لها لا تضحي بقى بكل اللي انت بتعمليه ده ونجاحك ده عشان تخدمي بقى الراجل ده وتدلعيه. هو انا فاضيالك يا عم؟ ما اه هي بس تختار هي عايزه ايه. هي عايزه الكارير، خلاص يبقى مش لازم نخش في علاقه يعني مش هينفع تاخدي كل حاجه. او بقى لو احنا عملنا زي بلاد بره، وده مش هيحصل ولا عمره هيتقبل الموضوع بقى ان ممكن نقلب الرولز، الست تشتغل والراجل يقعد في البيت. مش ده الراجل الشرقي عمره ما هيعمل ده. انا جت فتره كانت داليا كانت بتشتغل وانا كنت قاعد في البيت. جالي اكتئاب. طبعا طبعا جالي اكتئاب لان انا مش شغال مربيه. طبعا طبعا ومش اللي هو طب بص بقى على الولاد عشان انا نازله الشغل. طبعا فجالي اكتئاب ورجولتي نقحت عليا وبتاع طبعا. ومش عارف ايه.
الست ست والراجل راجل عشان الدنيا تمشي كويس. ده الدي ان ايه بتاعنا من واحنا عايشين في الكهف. الراجل البدائي الراجل بيطلع يصطاد والست قاعده بتعمل هدوم وبتاخد بالها من هي الاطفال. مسؤول عن الكيرنج، يعني لو هو مسؤول عن السكيورتي هي مسؤول عن الكيرنج. بالظبط. يعني ده اللي ربنا اصلا خلقنا علشان خاطر نعمله يعني. فهي ايشو غريبه جدا. بص عايزه اقول ومش لك عارف حلها ايه بص يعني. انا شخصيا قعدت جوه التراك ده شويه حلوين، امم وكنت فاهمه ان انا صح. امم خلاص، ما انا كمان يعني بشتغل زيك، وانا كمان برجع تعبانه، وانا كمان صح. عندي ونجاحي اهم، وانا كمان صح. وبعدين اكتشفت انه في الحقيقه انا مش مبسوطه امم اصلا يعني. اوكي. طيب ما هو انا مش مبسوطه معناه انه في حاجه في خلل. في خلل ما بيحصل. خدت مني وقت شويه، يمكن خدت سنين كمان على بالي ما فهمتها. بس بقيت لما بشوف ناس حواليا من صحباتي لسه بيجروا في نفس التراك، وبقعد اقول لهم انه يعني ارجعي ست. انتي اصلا ربنا خلقك ست. فما فيش جهاز في الدنيا بيتخلق عشان يؤدي وظيفة يطلب منه انه يؤدي وظيفة تانية فيؤديها بكفاءة. صح. في الاغلب مش هيؤديها. فحاولي. فكما لو اني بعت القضية، عارف انت خاينة، انت عميلة. عارف انت خاينة، انت رجعيه، انت خنت القضية. يعني مفيش قضية اصلا. ما هو بالظبط. مفيش هو موضوع. مش لازم يعني مش لازم نعمل يعني مش لازم نجز يعني. ما على فكره انا في الاخر برجع اقول كل واحد حر. انت عايزه تبقي كارير دريفن، برافو عليكي، شاطره، انجحي، اعملي، بس ما تطلبيش ان انت يبقى عندك بيت ستيبل وجميل وزي بتاع الست اللي هي قاعده فاضيه لده. طبعا. بس طبعا. دي هي اختارت كده وانت اخترتي كده. الشاطره اللي تعرف تعمل بالانس ما بين الاثنين، وده شبه مستحيل، ولكن في ستات شاطرين جدا يعرفوا يعملوا البالانس ده. هتشتغل شغلانه ممكن ما تبقاش هاي بروفايل قوي، بس بتحقق لها حاجات فنيه. يعني تشتغل في الفاشن، تكتب، تألف، برضو حاجات يعني حاجات مش ديماندنج قوي وستريس وبتاع، بحيث انا ما بقاش قاعد بقى مالك في ايه، لا الشغل وبتاع والسريز والبونص لو صوتها في التليفون بتتخانق. واو، تتفرج عليها بقى وهي انت قاعد بتتفرج على التلفزيون وهي فجأة خدت التليفون وبتتخانق مع مين دي. وبتبقى الراجل بقى في نفس الوقت على حسب حنيته بقى. ما انا كارينج برضو، ما انا مش عايزها. مش هاجي بقى بعد ما هي عملت بتطحن في الشغل اقول لها هو احنا مش هتعشى بقى ولا ايه، ما تقومي بقى ما انا كده بقى جزمه يعني. لازم يبقى عندي دم يعني. فبيتحول الموضوع بقى التضحيه من هنا وتضحيه من هنا، فيبقى احنا قاعدين بنضحي بقى يعني. خلاص كده الدنيا مش ماشيه. ف اللي يعرف يعمل الست ست والراجل الراجل يعملها، صدقوني هتنفع. اللي مش هيعرف يعمل بقى اولويات. وما تزعليش يعني، انت كست ما تزعليش ان انت مش عارفه تبقي ستيبل مع حد. انت اخترتي الوظيفه ونجحتي فيها وبرافو، شاطره، وعملتي اسم لنفسك، وده واحنا بنسقف لك، مش بنقول لك الحق ده ايه الست برافو جدا. بس خلاص بقى انت هتحددي ان الاولويه رايحه للكارير مش رايحه للحته دي بس. طيب تعالى نلعب لعبه مع بعض. ماشي. ايه الاكلات اللي كنت بتحبها وانت صغير؟ ارانب، وبحبها لغايه دلوقتي. بتاكل ارانب؟ بموت فيهم، وكل ما كان كيوت كل ما بحب اكله اكتر. الناس تقول لي حرام عليك ده كائن ليه بتاكل؟ قمت واطلع ارانب واكل سقف حلقه. ايه الاجابه دي؟ والله بحب الارانب قوي، انا ممكن اكل ارانب كل يوم. طب ايه كمان غير الارانب؟ سوشي ممكن اكله كل يوم. وانت طفل كنت بتاكل سوشي؟ لا وانا طفل. انت بتتكلمي صح على الطفوله. ارانب، حمام، الحيوانات كلها طيور. انت كنت تروماتايز وانت صغير. لحوم أنا لازم تتذبح يعني، حاجه لازم تتذبح. ما انا قلت لك كنت بتفرج على ناشونال جيوغرافيك وانا طفل، بتفرج على الفهد وهو بياكل الغزاله، هو ده كان التسليه. فانا راجل لحمه قوي يعني. طب كنت ما كنتش بتحب بقى الاكلات بتاعت القلقاس، السبانخ؟ ياكي. الخضروات كلها ما كنتش بتحبها ما عدا الباميه اللي الناس كلها ما بتحبهاش. مشعره كده، ما اعرفش، بتقعد زغزغ كده وتاكليها كده. لذيذه يعني. بحب الباميه بس ممكن اكلها مره في الاسبوع، ما ينفعش اكلها كل يوم يعني. طب ما تعمل لي كده طفل مامته بتغصب ان هو ياكل قلقاس وهو مش عايز ياكل قلقاس. دوبلاج بقى الطفل، هو بيبقى بقه عامل كده بس هو
ممكن يعمل كده يعني يمثلها دي، ويبقى ممكن تبقى فيه دمعة نازلة كده بس هو مش عايز يزعل مامته. ده القلقاس ما بطيقهوش. كان في واحد صديقي مامته يعني الله يرحمها يعني ما كانتش بتعرف تطبخ خالص. غير الولاد. كان واحد صاحبنا بيقول دي بتحضر اكل، بتحضر ارواح يعني. فدي عقدتني من القلقاس. وهو كان يا حبيبي تخين قوي، فمعرفش انت كنت بتاكله ازاي. طيب القلقاس وحش قوي وشفاف يعني، يعني الاخضر نزل تحت والبتاع طلع فوق، ويعني مش صح يعني، لازم تتقلب كل شويه كده عشان ماما كانت بتعمله حلو، بس هو كفايه اسمه برضه قلقاس يعني، فما تحسيها شتيمه اساسا يعني مش فانا ما بحبش القلقاس خالص يا ساتر يا رب. ولا ماما طباخه شاطره قوي. بتحب لها بتحب ايه تاكل من ايديها؟ الجلاش. جلاش بتعمله بجبنه رومي كده، كل شويه تلاقي قطعه جبنه كده كده. ارانب طبعا. حمام شاطره فيه جدا. كبده. انا جوعت. ريش. ماما في اللحوم خطيره. وكان بتعمل سلطه بلسان العصفور. لسان عصفور وعليه فلفل ملون وحتت فراخ، وكان كله كده يزفلط كده انا كان ممكن اعمل 6 ريفيل وانا قاعد من كتر حلاوته. ويتاكل سخن وساقع. الله. وده كان ما اعرفش ده اختراعها ولا شافته على النت ولا ما اعرفش ايه اللي حصل بس يعني. كان زمان الستات بيقولوا لبعض على طبخات كده بيكرروها ده يعني. كان فل. كان لسه مفيش انترنت ولا الحاجات دي على فكره افتكرته دلوقتي فجأة كده. فلا ماما شاطرة قوي. انت علاقتك بمامتك كطفل كانت عاملة ازاي؟ كطفل ما كانش فيه علاقة خالص. ماما هي يعني مشغولة في ماما البيت. يا حبيبتي هي سابت الشغل. هي كانت كارير برضو وومن قوي. سابت الشغل عشان تربي. تمام. وكانت واخدة بالها مننا جدا. وبعدين لما كبرنا احنا شوية ومسكنا نفسنا بقى نزلت تاني الشغل. بس انا صداقتي بماما بدأت في المراهقة. مش في الطفولة خالص. في الطفولة كانت ماما لذيذة وحنينة جدا وكل حاجة. بس مفيش أنشطة. لدرجة ان هي مرة هي قرت لنا قصة واحدة. بابا كان بيقرا لنا قصص كل يوم. ماما عشان تحاول يعني فقرت لنا قصة واحنا فاكرينها لغاية النهاردة انا وهي. كانت قصة عشان كانت حدث. كانت حدث بالظبط. ويا حبيبتي والله هي كانت بتحاول. بس الصداقه صداقه حصلت في بدايه المراهقه كده وانت طالعه بقى وقعدت تزيد. دلوقتي ماما انا ممكن اقول لها بنت يا ماما يعني. يعني بعتبرها اختي. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل خلى في صداقه بدات؟ كبرنا. فبقت مشاكلنا هي تعرف تحلها. ما هو احنا التينيج ده مهتمين بايه. احنا 4 اخوات بس التوأم هو ده اللي يعني ده الشقيق. وكان وليا اخ واخت كبار توأم مش شقيق. بس اخويا الله يرحمه من سنتين. الله يرحمه. فالمراهق بيبقى ايه اكتر حاجه شغلاه؟ البنات. طب مين الست اللي هسألها في الحاجات دي؟ امي طبعا. الام. وماما اتصاحبت علينا في الحته دي وتدي نصايح ونصايح صح. لا قول لي اظرف حاجه يعني ايه اللي رحت لها مره؟ هي ماما كانت مديانا الامان قوي يعني. في حته ان عرفني عليها. كان البنات بيموتوا في ماما. فكانت مسهله حاجات يعني. والبنات يحبوا يجوا عندنا البيت يتغدوا معانا وبتاع عشان يقابلوا ماما وبتاع. وممكن لما انا والبنت نتخانق هي تروح لماما. فدي كانت حاجه جميله. فطبعا بقينا اصحاب جدا. بابا كان بيدي النصايح بقى بتاعت الرجاله يعني اللي هي بتاعت الكبار يعني. بس هي خلاص هم 4 نصايح هو بيديهم وبيركن بعديها يعني. ايه هم ال4 نصايح؟ لا ما ينفعش في البودكاست. اوكي. كلها نصايح نوتي. لا ده معناه انه كان في مراهقه لطيفه. كان في مراهقه لطيفه بصراحه. الواحد يقول ليه واللي عليه يعني. وبابا وماما بصراحه استحملوا حاجات ما كانش بيستحملها اي بيت مصري يعني في الوقت ده. بس انا شايف ان هم اتعاملوا مع الموضوع بذكاء. لان انا طب احكي لك قصه. احكي لي. زمان لما كنا في النادي الاهلي واحنا مراهقين. فكان الولد عشان عايز يبوس البنت فما كانش ينفع في النادي. فكنا نطلع نتمشى بره النادي في شوارع ضلمه. وبقى ما شوارع الزمالك دي لا النادي الاهلي بتاع مدينه نصر.
ففي بقى الشوارع اللي بتؤدي لاحمد فخري وبتاع، هم اه كذا شارع ضلمه كده. اه تلاقي كل الكابلز طالعين اه وجايين. ففي يوم بقى يعني انا كبرت بقى، فبقول لبابا ده مش انا بوست مش عارف ايه، انت مجنون انت مش عارف ايه. انا افتكرته هو معترض علينا بوست، هو من هو هو اعترض ان ده حصل في الشارع. قال لي نفترض طلع عليك بلطجي اغتصبها، طلع اه عليك مش عارف ايه، اه اتمسكت اداب، اه اتعملت مش عارف ايه. طب بص هو ايه هجوان الحل؟ قال لي تعال. تعالى بوسها في البيت. الله. ده انت جميل خالص، ده انت اب خطير يعني. وفتح على نفسه فتحه بقى. خلاص عشان كده بقول لك ماما كانت اه بتصاحب عليهم، عشان برضو تبقى طب يعني لا لا عامله لا، ده مونيتورنج كانوا لا لا للموضوع. لا اب وام لا هايلين جمال هايلين. بصراحه، ما كانش فيه زيهم. بقول لك ايه دلوقتي، انا وانا بعمل سيرش عليك لقيت حاجه انك اشتغلت في المترو. في المترو؟ اه لا انا ماما اللي بتشتغل في المترو. انت ما اشتغلتش في المترو؟ الحمد لله انت ما لا. اشتغلتش موظف ابدا؟ لا اشتغلت في شركات اعلانات. امم يعني انا 14 سنه من كاريري امم بشتغل في الاعلانات، جرافيك ديزاينر وميوزك بروديوسر، بسجل اعلانات راديو وحاجات امم بالشكل ده. كان 8 منهم اشتغلت في شركه لوكال. صاحب الشركه احمد عبيد ده، انا الراجل ده ليه الفضل في كاريري كله يعني. امم لان هو اداني مساحه اكبر، وكان بيديني مسؤوليات مش بتاعتي خالص، يعتمد عليا في حاجات. ولما يلاقيني بيضت وشه فيديني مسؤوليات اكبر، انا ترقيت بسرعه جدا يعني، من امم جرافيك ديزاينر لكريتيف دايركتور في 4 سنين، ده ما بيحصلش. فقعدت، وبعدين بعد كده رحت مالتي ناشونال بقى، رحت برومو 7، وبعد كده رحت جي دبليو تي فلا انا فضلت موظف كتير جدا لغايه ما حصل موضوع الفيديو اللي شهرني. اه فيديو في فيديو في فيديو، فجاه بقيت شخصيه عامه زي ما بيقولوا. الفيديو اللي اخوك عمله. عمرو كان بيعمل فيديوهات قبليه اه وانا كنت بطلع معاه كده كنت بتكسف. الفيديو اللي شهرني بتاع وات اباوت ذا فيرست اوسكارز فور يو، اه ده اللي هو اه ده اللي هو اللي قعدت اقول فيه كلمه بجد كتير، ودلوقتي اسم برنامجي لغايه النهارده بجد. اسمه بجد. اه فده اللي غير الدنيا خالص بالنسبه لي. امم وفجاه ما بقتش عايز ابقى موظف، لان بقى طب بيجي لي اوبورتونيتيز كتيره، طب اذاعه ايه مش عارف ايه، تمثيل، تك تك تك. امم وابتديت بقى يعني الناس اكتشفت بقى ان انا موهوب في حاجات يعني امم ما كانتش باينه قبل كده، انا كنت موظف. امم ف بس ده كان كور شغلي يعني كان في الاعلانات. انا حاليا برضو رجعت تاني اعمل اعلانات بس امم فريلانس يعني كده انا بحب الاعلانات يعني، بحب افكر في افكار حاجات وكده. بس توظيف لا، صعب أوي يعني، ما اقدرش دلوقتي. طب مترو دي بجد ما اعرفش جت بقى. منين. طب بجد بقى ايه اللي اتغير فيك بعد الأربعين؟ حكمة. امم بقى في حكمة، وبقى في هدوء في التعامل مع الامور. كان في حاجات امم بتضايقني زمان، ما اعرفش كانت بتضايقني ليه. امم والله العظيم ايه يعني مش عارف مين كنسلوا خروجه، طب ما يكنسلوا عادي، الخروجه. ما ايه كلمونيش. الهيافه ما دي اصلا؟ زمانيش يعني اه اصلا الصداقات امم بقيت سيلكتيف قوي في مين اللي هقربه قوي مني، امم ومين اللي هيبقى صديق وكل حاجه، بس اللي هو هاي باي عادي وبحبك جدا وكل حاجه، بس عمري ما امم اقعد اقول لك اسراري اه ولا اخد نصيحتك في يعني مش هدخلك قوي انا امم ليا 4 اصحاب بالعدد يعني، اللي هم اللي امم بعتبرهم قريبين، والباقي كله يعني عندي معارف كتير جدا. امم فدي حاجه اتغيرت، ان بقت اولويات بقيت بشوف حاجات كده على انها هيافه. امم الجري ورا الشغل قوي وقتل النفس على ان عايز اترقى وعايز اجيب فلوس وبتاع، ده امم قل مع قال انه لي المفروض لما ايه يزيد. حصل؟ المفروض يزيد صح؟ لا بقى جالي قولون عصبي وحاجات ده كده يعني، بسبب ان انا اوفر ثينكر. امم فابتديت احس انا دلوقتي عندي 40 سنه، امم انا شويه وشبابي هيشطب يعني، امم فمش هقضي بقى الشويه اللي فاضلين لي دول امم في خناقات. هاري نفسي بقى في خناقه على شغل حد في شركه امم مش بتاعتي اصلا. امم يعني ممكن اهري ده لو في حاجه تخصني انا، امم هكثف مجهودي واتحرق على حاجه بتاعتي. امم نفس شركتك، انت بتخسر انا مالي يعني، ما امم انت ما تلومنيش وما تقوليش اسهر انا مش هسهر، انا ما امم شغل هيبقى ليه مواعيد. جت الساعه 6 ما بشتغلش، ومش هرد على التليفون بتاع شغل ده قرار انا واخده من بعد ال40 مثلا. ما بقيتش اتضايق مثلا على انا مثلا اتوقفت من نقابه الممثلين ليه؟ عشان كان في قصه كده ليها علاقه بتصاريح، انا حاجه ما كنتش انا فاهمها صح. امم وفي بعض المنتجين قالوا لي هنظبطك وبتاع وهنعملها لك، وما عملوليش حاجه. اوكي. فافوجئ ان انا ال 17 عمل اللي عملتهم ما فيش ولا واحد دفع له تصريح.
فطبعا النقابه حقها تقول لي انت بتهبل يا ابني ولا ايه يعني، طبعا. ما فيش لازم تدفع يعني طب. فوقفوني. امم. عارفه في الثلاثينات كنت ممكن اكتئب طبعا. واموت نفسي، لا دلوقتي مش همثل يعني. اه. طب انتم ايه محتاجين ايه؟ ما تصلح امورك مع النقابه. حاضر صلحنا الامور وبتاع خلاص. اه. جه بقى تمثيل، جه ما جاش مش مهم يعني، امم. مش هموت نفسي يعني. امم. فالحكمه دي هي دي اللي نزلت عليا بعد ال40 كده، بقيت الهدوء. بختار احرق بنزين فين. اه. بس هي دي. بتختار معاركك يعني. بالظبط picking my battles يعني. طيب ايه الحاجات الحلوه بقى اللي حصلت مع ال40؟ مفيش اي حاجه. ليه؟ ركبي باظت وقولوني والجيوب الانفيه رجعت تاني وبقى حاجه يعني. لا انا الحدث يعني الاساسي بالنسبه لي هو ظهور هند في حياتي يعني. ده اللي ممكن اقول يعني ان احب ان انا اكمل بيها بقى لغايه الجولدن ايج يعني جات لي في الميعاد المناسب. اعتقد ان انا على فكره ممكن لو كنت قابلت هند في العشرينات ما كناش هنبقى كده، ما كناش اكيد. هنكليك. لا ما لا ممكن طبعا ممكن طبعا. والله يعني. لا لا، هو في الاغلب كده، لانه اه الحاجات دي ما يعني معمول حسابها. هي هند اكبر مني كمان فعندها حكمه برضو اكتر مني اكيد. فاخدين الامور كده بشويش بس هي يعني. ست مميزه برضو يعني. الحمد لله يعني. انا كمان اللي شيز بحبه في يونيك هند يعني. اصحابي كلهم بيحبوها. شيز فيري بوبيلر، ومش ده حقيقي. بوبيلر عشان هي مثلا مشهوره ولا لا، شيز بوبيلر عشان الناس بتحبها جينيوينلي يعني، ده حقيقي. بيحبوها يحبوا يحكوا لها. عندها جدول مكالمات ثيرابي، كل الناس تكلمها في التليفون اعمل ايه في المشكله دي، اعمل ايه في كده يعني. انا بحب الناس بتهتم برايها وبيهتموا ان هم يعني بيحبوها بجد يعني. دي حاجه بالنسبه لي ده جميله. بس قولي بتتخانقوا ازاي؟ بنتخانق عادي زي اي كابل، بنعلي صوتنا ونصرخ عادي ونصرخ وبنقفش وهي بتتقمص وقمصتها تقرف يعني هند. وتبقى على فكره ممكن ما تبقى هي اللي غلطانه وتخاصمني واروح انا اللي صالحها يعني. بس الحته الصح هو ان احنا لينا كده كي وورد كده، يلا نقعد نتكلم. يلا نقعد نتكلم. لسه كنا متخانقين من كام يوم، بقى هي نزلت ستوري قلت لها هنتحسد هتشوفي، رحنا متخانقين في نفس اليوم بالليل. تك الويك اند اتضرب. جت يوم الاثنين يلا نتكلم يلا نتكلم. قعدنا بنفرد بقى كل البتاع، اقول لها من وجهة نظري حصل كذا، هي تقول لي من وجهة نظر انا حصل كذا. فلما انا كل واحد بيحط نفسه مكان التاني بنفهم ايه. طب انا لو مكانك، لو انا شايف الامور كده ازعل طبعا. وهي تقول لي لو انا فعلا شايفه الامور كده فعلا تصدق والله ما اخدتش بالي بتاع. خلص الموضوع، اقوم قايم في عصلها خدها وخلص الموضوع. ده معناه ان الخناق مهم. طبعا بنتعلم بقى، بنتعلم حاجات في الحياه. لان السكوت مش الناس بتتعامل على انه لو في جواز ما بنتخانقش فيه وكل سكوت على انه ده جواز ناجح، في الحقيقه هو ده ناجح جواز خالص. ميت. لا ويفضل واحد كاتم جوه نفسه وبتاع. اصل هيجي في فتره هينفجر بقى على حاجه قد كده، اللي هو في حبه هنا في الاكل. يا انت طالق الله في ايه. بس في رجاله شاطرين بيعرفوا يتخانقوا يعني وفي رجاله ما بيبقوش شاطرين يعني. انا شاطر. يعني بيعرفوا يلموا الخناقه، فعارف بكلمتين كده عايزه هندله. يجي لامم الخناقه فهي فالدنيا تتلم فنكمل. صح. وفي طبعا بيعطلوا في النص وبرضه نفس الكلام للست يعني. في ستات تعرف تهندل. هو لازم حد فيهم هيهندل. انا بخناقاتي مع هند سواء هي غلطانه او انا اللي غلطان، انا اللي بروح اصالحها. ماشي. ده وبعدين نقعد نتكلم وفي الاخر اقول لها اقتنعتي بقى انك غلطانه، تقول لي انا غلطان. ماشي صالحيني بقى كده. فبنقعد نهزر يعني. بس هو زي ما انت قلتي بالظبط، هو لازم الراجل يبقى عنده حته ذكاء كده ازاي يلم الليله يعني، ونحتوي ونفهم ان الست دي يعني برضو كائن ايموشنال اصلا يعني. ده حقيقي. العواطف والمشاعر اكتر بكتير من الراجل. احنا ناس براكتيكال قوي يعني، وكل حاجه 1+1=2. فاحسبها كده هتلاقي انك انت بس هندلها هتلاقي الدنيا مشيت على طول. طيب مروان احكي لي كده عن وانت مراهق بقى كان عندك كراش طبعا اكيد. كنت تشقط ازاي بقى؟ حول ولا قوه الا كنت بالله. اسمها ايه؟ كنت بتعلق البنات. احنا برضه كان عندنا مصطلحات في جيلنا بتاع ايوه ما كانش في شقط دي. صح كان اسمها علق. علق. بيعلق ايوه كنت بيعلق البنات. كنت بخش اسلوب المهذب.
اللي هو انا مش عايز حاجه خالص. اه يعني دايما بدي عكس اللي البنت متوقعاه، اه فتبقى انترستد اكتر. هو انت ايه ده، مش عاجباك يعني ولا ايه؟ اه وكان احنا على ايامنا بصراحه، عارفه كان في مثل قذر قذر اسمه مش عارف، البنت زي السيجاره، اولها بوسه واخرها دوسه. وكان اه في حب البنت مش عارف ايه اه تحبك. ده ايامنا. اه فانا كنت بعمل كده، يعني انا كنت بتعامل مع البنات بشكل فيه تعالي كده في اجريشن. واجريشن وحاجات اه بالشكل ده، وكان بتنفع. طب اه ازاي ما بس هم وانس؟ برضو البنات كانوا عايشين في نفس التركيبة، خلي بالك، ما احنا كلنا كنا جوه نفس التركيبة. حاجه غريبه جدا اه بجد. فانتوا. برجع افتكر ده، في مم. واحده اخويا كان مصاحبها وكانت بتقول له اه ممكن تديني بالقلم. يقول لها ليه يا بنتي، احنا مش متخانقين. تقعد تستفزه لحد لغايه ما ما يضرب. يضربها بالقلم. تقول له ده احلى قلم خدته في حياتي. ايه القرف ده؟ ايه العلاقات الافلام دي؟ العربي اللي مبوظلنا الدنيا دي. فكنت افضل كده اعمل تقيل قوي وبتاع، بس وانس ان حصل انجذاب، مم. بتشوف واحد ابن ناس قوي، ابن ناس قوي، مم. مش عايز حاجه، وما اه عنديش اي انترست خالص. اللي اه ببينه اه ان انا ما عنديش انترست خالص في اي حاجه فيزيكال ولا اي حاجه بتاع. اه فده يخلي البنت تطمن طبعا. وتبقى عارفه، تبقى حاسه ان هي، وبعدين مم. بتتعرف على بابا وماما، يا لهوي. فتلاقيهم ناس مم. شياكه خالص طبعا. وجمال، واحنا بيت بتاع. مم. فده كانت شقتتي. مم. خلاص بقى نعمل بقى زي الافلام عادي يعني، اه وير ان لاف. اعيش وكنت البنت بتعيش قصه حب. اه انا بعيشها، انا مش بحب حد خالص. الراجل يعني بيحس بايه لما يعمل كده؟ يا بتدي كده. يا راجل. يا راجل. والله العظيم اه زي صيد، هو صيد. اه وبدليل بقى ان اول موضوع اللي بجد بنبقى عايزين اه نجري بقى، ما انا خلاص، هي اه الثريل، الادرينالين كله جه في اللعبه. اه خلاص بقى احنا ايه ده، احنا نتصاحب يعني بقى ونحب في بعض اه وتلزقي لي؟ لا، انا اه عايز اشوف بقى اصطاد تاني. اه والواحد وهو صغير بقى عنده بقى يقلب على طول. انا كنت اه صاحب 3 مع بعض لدرجه ان انا كان بيتعمل لي كماين بقى. واحدة منهم تعمل لك اه، كمين. وكان لسه بقى ظاهر بقى التليفون النوكيا 6110، اه فببعت نفس الرساله هي بالظبط للثلاث للثلاثه، بنات. يتقابلوا يلاقوا ايه ده، هو بعت لك انت كمان كذا وتاني. فيتعمل لي كمين، فاقول لهم طب انتوا، طب هسيبكم انتوا الثلاثه واروح اسيب واحده ثالثه رابعه. فده كان زمان. بس هو كانت دخلتي دايما هي دخلت الاول، انا مش مهتم خالص. اه وبعدين وانس ان حصل انجذاب، انا ابن ناس جدا ومش عايز حاجه منك، لغايه ما ارميها بوظ الدنيا خالص. انا كنت وحش. انا بعتذر لكل البنات اللي انا ده كسرت تلاقي قد ايه قلبهم بجد تفتكر؟ والله. كتير. برضو يعني ممكن نقول مثلا 15 20 علاقه مثلا، مش كتير قوي، متوسط يعني ده ما يحسبش فيه اللي هم اللي كانوا اللي هو لعب الاطفال قوي يعني اللي هو البدايات قوي يعني. مم. طب عايز اسالك على حاجه. امم ليه الولد لما بيجي يدخل في علاقه مع البنت، بيدخل هو اصلا ممكن يبقى ما بيحبهاش زي ما انت قلت، وبعدين يدخل في علاقه ويكمل، هو يعني عنده مانوال بيمشي عليه، اه وبعدين خلاص باي باي بقى، امي في المستشفى، ابويا يعني الخلع ايا ايوه، كانت اتس نوع نوت يو اتس الخلع. مي، اه كده انا مجنون انسان اه مختل ليه تفسير الراجل دايما للقصه دي ان هو ما عملش حاجه غلط في الوقت اللي البنت بتشوف انه في جنايه ارتكبت في حقي، او ممكن تقعد تروماتايز بقيه حياتها مثلا. ده عشان احنا بنشوفش المواضيع من وجهة نظر الست ابدا. امم عمرنا ما نحط نفسنا في مكان الست، امم وعمرنا ما هنعرف الست بتحس بايه، احنا مش ستات. فالحاجة اللي احنا بنشوف الست دي مقفورة ليه يعني، ما في ايه يعني. في المجتمعات الشرقية بقى تحديدا، امم البنت اللي بتدخل في اي علاقة ايا كانت علاقة، حتى لو ما فيهاش اي حاجة عدت اي حدود، امم هي مضحية مبدئيا كده. امم هي مضحية وبتعمل حاجات من ورا اهلها، وبتعمل حاجات طبعا مش عارف، طبعا وبتبذل مجهود عشان تحلي نفسها طبعا. انا بعمل ايه؟ انا بلبس بنطلون، بغير تيشيرت واحط جل وانزل وخلاص، خلص الموضوع. اه واهلي عارفين، امم ولو عرفوا ما مش اخر الدنيا، امم ما فيش ريسك عندنا خالص. طبعا. فانا من وجهة نظري احنا سيبنا بقى، حتى لو هي اللي سابتني امم خلاص يعني مش نهاية الكون. امم بالنسبة للبنت بعد كل اللي مرت بيه ده وكل التضحيات اللي قدمتها، ما امم طبيعي تأفور. بس احنا ما امم بنشوفش ده. ده ده حقيقي. اتعلمته بقى لما كبرت. ما كنتش انما بتشوفه وانا صغير وقتها كنتش وانت بشوفه خالص، صغير. يعني ايه يا ست انت في ايه وبتاع. امم
فده هي دي الفكره، ان احنا كرجاله عمرنا ما هنحط نفسنا مكان الست، ولا هنفهم كل ما وراء الكاميرا يعني، اللي وصلها لكده. فهي باذله مجهود وعامله تضحيات بس. بعد ال40 ايه الحاجات اللي قلت لنفسك ان انا مش هعملها تاني؟ لا ما يعني ما اعرفش، اصل انا 40 متصابي قوي يعني. 40 بس لسه في الثلاثينات. بالظبط يعني لسه ما مش مقتنع ان انا كبرت. اه حصل الحكمه وكل حاجه، بس انا انا ما فيش حاجه بقول لنفسي يعني. اللي ممكن قلته ان انا مش هعمله تاني، هو زي ما قلت لك قبل كده، مش هحرق بنزين في حاجه ما تستاهلش. ده اللي انا قررت ان انا هبطل، واخويا ماسك الحته دي اكتر كمان بكتير. يعني فكره انبساطي اهم من كل المشاكل اللي في الدنيا. انت وتوأمك صحاب جدا، سول ميتس يعني بتحكوا لبعض كل حاجه هو العمر الشخص الوحيد اللي على كوكب الارض اللي عارف كل حاجه عني بنسبه 100%. احيانا الناس بتتلخبط فيكم. لا احنا شبه بعض جدا ونفس الصوت، بس مش نفس الشخصيه خالص بقى. ايه الفرق؟ عمرو لو بروفايل قوي ومتمسك بده. انا لو بروفايل بس انا اعرف ابقى اجتماعي، واعرف اضغط على نفسي ان انا اتصاحب على ناس كتير وابقى واروح ايفنتات كتير. عمرو ده يموت نفسه ولا انه يروح ايفنت فيه اكتر من 4 بني ادمين. وعمرو دلوقتي حاليا يعني ال40 عنده بقى قلبت بحكمه ازيد مني بكتير جدا، انا اهيف منه. و ايه تاني يا رب في الشخصيه؟ التعامل مع المشاكل، الحاجات اللي احنا بنتطلع لها. يعني انا عمرو مثلا ما بالنسبه له الفلوس دي حاجه مش مهمه خالص، هي ما جاتش يعني. ما يعني يقول لك باكل بشرب سقف انا تمام. انا لا، انا لسه عايز العربيه الحلوه وعايز البيت اللي مش عارف ايه وبتاع. فاحنا مختلفين في الحاجات دي شويه. انت صيفت فين السنه دي؟ ساحل. ايه اخبار الساحل؟ هو زي ما هو تمثيل ازيد بس. ما فيش، هو كل سنه التمثيل بيزيد وبيبعد. يعني كان التمثيل كان في مارينا الاول، بعدين راح مارينا، وبعدين بعد كده بقى في هاسيندا ومراسي، وبعدين دلوقتي بقى في الماظة سيدي مش عارف اسمها ايه. طب نعمل ايه دلوقتي احنا؟ ولا حاجه، نستنى السنه الجايه نشوف هيبعدوا يروحوا فين تاني. انا عشان ابقى صريح جدا يعني انا بموت في الهيافه دي. بس الموضوع قلب يعني، قلب مش مصيف. كل واحد بقى بيودي اتجاهه فين. انا صديقي one of my best friends يعني باسم قال لي انا سافرت الساحل مرتين. في المرتين رحت الساحل الطيب قصد، قعدت مع اهلي في الشاليه، كلت فطير وعملت قفل المنهج مكرونه وبانيه وبتاع ونزلنا الميه قال لي استمتعت جدا. ده باختياره. احنا اللي بنروح للحاجات اللي فيها ارهاق دي يعني. احنا اللي عايزين الحجز بتاع كيكيز والحجز بتاع ريتشوالز والنبي مش عارف اوبننج ايه اللي عايزين. مع ان هو ده اختيار. هند ده يمكن من عيوبها القليلين قوي يعني، ان هي ما تقدرش يبقى في حاجه بتحصل وما تروحهاش. عندها فومو بشع وبتجرجرني انا معاهم، انا اللي سايق. طب يلا نروح الماظة، نرجع على هاسيندا وايت، وبعدين نضرب على ليبيا، وبعدين نرجع على جنوب افريقيا. انا ببقى خلصت، انا بعمل ايفنت واحد في اليوم. بس الساحل بقى عامل زي لا حتى مش زي ميامي بيتش يعني. ميامي بيتش حتى اهدى شويه يعني. لا بكتير طبعا يعني. على فكره الناس بتحب المزيكا كده، لا تقليدي جنسات من كل حته والناس قاعده. عامل زي ايه؟ قال ايه مثلا يعني؟ الناس اللي هي مش عارفه، انا مش عارفه هو عامل زي ايه، بس حاجه يونيك قوي يعني. هي الساحل ده بتمثيله، ببرانداته، بعربياته، بنعلي على بعض، بشقاوته كله. مفيش، بس هي اكسبيرينس خطيره يعني معاك. بس بحس ان هو هل شبهنا يعني؟ هو اللي حاصل ده شبهنا خالص؟ مش شبهنا ولا شبه ده، وعمال يزيد توحش يعني كل سنه. المصريين ابسط من كده، وطول الوقت كانت حياتهم ابسط، وكانوا بيستمتعوا بالاكل وبالميه وبالحاجه. ما كانش فيه ده.
انت بتشوفي حد بينزل الميه اصلا؟ لا تنزل ميه ازاي بالزعانف اللي هنا تنزل ميه ازاي؟ لاش ده اسود. هي محتاجه هي قرار حطها ازاله أصلاً الاول، ضلة يعني في قرار ازاله لازم يحصل الاول وبعدين تنزل ميه. تنزل ميه البنات ازاي؟ البنات هتطفو. حبايبي صعبين، بيعملوا حاجات غريبة جدا، والجولري طبعا يا طبعا ستي ما ينفعش. ده طبعا هتبلي. انا حتى طبعا. كنت عامل فيديو على الألماظة، كنت بقول السلوجان بتاعهم بل جواهرك يعني تنزل تلبس جواهرك وانزل في المية عشان بالله. تبلها. آه لا الموضوع بقى صعب قوي بصراحة، بس متفهم شوية الهبل الهطل ده. امم. بس هو الأغنياء بس اللي يعرفوا يعملوه يعني ده حقيقي. يعني لا لا، اللي يقدروا يجاروا ده حقيقي. انا ده حقيقي. كواحد طبقة وسطى انا بتعزم. طبعا انا ما بدفعش طبعا. جنيه لا لا، بصراحة. صعب صعب يعني صعب. عشان بس نبقى صراحة يعني يعني. ارهاق، عارف بتاخد ارهاق مادي وارهاق مادي نفسي ونفسي وجسماني ونقعد آه. ونلبس ونعمل وبتاع، ونروح نعرق بقى في اللبس اللي احنا اشتريناه الغالي ده لو المشكله انك وبتاع لو في ما الاخر. عملتش كده طبعا يعني fear of missing بقى، انت ايوه حاسس انك الفومو بقى يقول لك اه بقى انت. وانا بحس اللي هو ازاي اتفرج على الستوريز كده طبعا. كانت حلوه والله، كانت لذيذه، الناس شكلهم مبتسمه، هم كلهم بيمثلوا بس ده اه مبسوطين اهو. بس خلاص يعني هو ده الساحل. في ناس اصحابي بيمتنعوا عن الساحل خالص، وهم ناس جدا على فكره وكول جدا، بس يروح بقى يسافر اليونان، يروح بتاع ارخص اه ويروح دلوقتي يتبسط جدا. دلوقتي دلوقتي ارخص. دلوقتي اه ده حقيقي. وفي اللي هم بتوع الجونه، اللي هو صيف شتاء، انا بقى انا بتاع جونه ماليش دعوه بالساحل ده اه خالص وكده. دول اللي بيمثلوا ان هم مش بيمثلوا. بحبهم قوي بتوع الجونه اه دول كمان. احنا عادي، احنا داون اه تو ايرث. اه يعني احنا ما بنمثلش، لا انتوا اه بتمثلوا برضه. داون تو بس ايرث بس بس تمثيل اه راقي. تمثيل افلام مهرجانات، اه. مش كوميرشال يعني. قولي ايه السمة الغالبة اللي كانت موجودة عندك في الثلاثينات وما اتنقلش معاك للأربعينات؟ عصبيه. امم. كنت عصبي جدا. امم. تلاتينات ما اعرفش ليه كنت بحزق في كل حاجه كده، وكل حاجه فيها حزق وجز، وكنت عصبي جدا. اه. بس دلوقتي سوبر تشيل. ما فيش حاجه، قليل قوي لما في حاجه يعني انا ممكن استرس طبعا من الشغل وبتاع، بس حزقه القولون العصبي دي بطلتها خالص. مش مهم، بكره بقى نفكر في الحل بتاع عندنا يعني. فالسمه دي ما خدتهاش من الثلاثينات اللي هي و... وفي الشغل انا زمان كنت اتشقلب في الشغل عشان اثبت نفسي واجيب النمره النهائيه. انا اه ده دكتورتي نفسيه هي اللي نيرد قالت لي، بقى انت اه. عندك كونديشن ان انت لازم تجيب هاي سكور. انت يا يطلع الاول يا ما يا العبش. اه. فكان بيعمل لي مشكله كبيره جدا، ولازم اترقى بسرعه ولازم استعجل قوي. انا حاليا جت الشغل، ايه ده كسبنا البيتش الحمد لله، ايه ده خسرنا الحمد الحمد لله، لله. يعني كنت في جميع الاحوال تمام يعني، مش مهم يعني. وخصوصا انها مش حقيقي بقى المنظور ده مهم قوي بالنسبه لي. دي مش شركتي، دي مش فلوسي، انا موظف، انا هعمل شغلتي على اكمل وجه في اثناء مواعيد العمل. خلصت مواعيد العمل انا خلصت خلاص، لا هسهر ولا هعمل ولا هعيط ولا ما خلصتش البرزنتيشن. ده البرزنتيشن بكره، اه اجلوها معلش. اجلوها مع الكلاينت. ما خلصتهاش. هي دي امكانياتي يا جماعه ده. انما وانا في الثلاثينات يا نهار اسود، ده اخلصها واحفظها واعمل ريهرسل ومره واثنين وثلاثه واقدمها لامي واقدمها بتاع عشان لما اخش على الكلاينت ابقى بتاع. اه. لا عادي، عادي جدا. ده والله الاربعينات جميله في الموضوع ده. بتقولي من شوية ان انت وهند نزلتوا ستوري فاتخانقتوا بعدها. بتصدق في موضوع الحسد؟ عندك تجارب في القصة؟ كتير جدا. احكيلي. كان ولادي مبدئيا محدش عارف ولادي شكلهم ايه. لان في الاول مع جبريل تحديدا كل لما ينزل صورة لجبريل يعني هي طبعا هي فيها صدفة يعني، فيها صدف، بس هو ده اللي بيحصل. بس الله ده انا لسه منزل الصورة النهاردة، الواد يتاخد على المستشفى بالليل لانه مش عارف يتنفس، جايله حاجة اسمها الخناقة اللي هي بتيجي للطفل في كل مش عارف الله. انزل انا وداليا كنا سوشيال ميديا قوي، نقعد تحطوا فتدريجي العلاقه ابتدت تتدمر وبهدوء شديد جدا كده. انا مع هند بقى
لها لا عايز اطلع معاكي في صور ولا مش صور ولا اي لاف يو ولا اي بتاع ولا ماي اول ماي هارت ماي بتاع. اه. ف وحتى هي ساعات تتضايق تقول لي يعني انت عملتليش ريبوست ليه للصوره اللي احنا مع بعض؟ اقول لها مش اه. عايز الناس تشوف ان احنا كويسين. في ناس ما يستكتروا عليك الانبساط. ده حقيقي. فجينا اليوم من الويكند اللي فات مصوراني فيديو وانا قاعد على الروف وبنزل البول في شقتنا الجديده. انا مش عايز حد يشوف شقتي الجديده دي خالص اصلا. مش خناقه عاديه، ده احنا اتخانقنا اللي هي اللي فيها الحنجره بقى بتروح والصوت والبتاع وانا قلت لها بصي انا عايزك تلاحظي اللي هيحصل النهارده عشان انت حاطه وكاتبه مدير رئيس مجلس اداره الروف وبتاع وتصور بالمايو وبتاع والدنيا شتاء والناس بتتفشخ فما تحطيش الحاجات دي. فبس ففعلا كل ما نحط حاجه على السوشيال ميديا ليها علاقه بان احنا مبسوطين في حياتنا ناخد حاجه يعني تيجي فينا، تيجي في عيالنا، تيجي في حاجات بالشكل ده. طيب ده يودينا ان انا اسالك علاقتك بربنا اخبارها ازاي واتغيرت من قبل الاربعينات للاربعينات؟ اقول لك علاقتي بربنا وانا صغير كانت شبه مش متواجده خالص. كنت راجل يعترف بالعلوم اكتر بكتير جدا. بالنسبه لي الدين مش مقتنع بيه. بس كل ما كنت بكبر كل ما كان مساحته بتزيد وابتدي اتكلم مع ناس اكتر واشوف وجهات نظر اكتر، حاجات بالشكل ده. علاقتي بربنا الحاليه ان انا واللي انا اكتشفته ان انا وما اعرفش بقى يعني هل انا بس اللي بيحصل معايا كده ولا ايه، بس انا كل ما ببقى كويس مع الناس وكل ما اساعد حد وكل ما واعمل الكلام ده من غير ما ابقى حاسبها، يعني من غير ما اقول انا ابقى كده عشان حسنات حتى الاقي حاجه جت من الناحيه التانية. وكل ما الدنيا تقفل في وشي في حته فافكر كده اقول الحمد لله. كان ممكن تبقى حاجه اوحش، ابص اتفتحت في حته تانية. تك 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 بقت علاقتي بربنا قويه جدا وبس بشكل روحاني قوي. انا ممكن ما اكونش اكتر واحد ملتزم ان انا اصلي واعمل، بس انا مثلا الصوم بصوم رمضان كله وبنقطع عن كل العادات السيئه كومبليتلي. بس انما ممكن ما ابقاش ملتزم قوي بس روحانيا وككل التعاليم الهدف من الدين ايه؟ ان البني ادم يبقى احسن طبعا. يبقى بي بيتر بيرسون، تبقى بني ادم كويس وتعامل الناس كويس. والقيم دي انا بطبقها في حياتي وكل ما كنت اقرب اكتر كل ما الاقي الدنيا بتفتح اكتر. بتقرب ازاي يعني؟ مثلا ما كنتش بضحي، يعني ما كنتش بذبح، ما كنتش بعمل اعمال خيريه، ما كنتش بشكره. اشكره دي وبعملها بشكل فيه خشوع قوي يعني ولما اتعصب قوي لما تروح مني حاجه يو القرف ده مش عارف بعد كده اقول ايه عامه هو بجد شكرا ان انا عندي كذا وعندي حياتي دي وعندي بيخش لي ده وعندي ده ومش مريض بكذا ومش كذا، واقعد اكتشف كده انا عندي حاجات كتيره نشكر عليها ربنا بدل ما نركز في الحته وده ممكن يبقى امتحان. ممكن كل ده كنتش بفهمه وانا صغير بس فهمته لما كبرت. فاحب ان انا اقرب اكتر كبقى الحاجات اللي بتتعمل، يعني اقرا قران اكتر، اصلي، اعمل كده. للاسف الصلاه عندي كانت بتبقى مرتبطه بالمشاكل. ان عندك اللي هو الحياه مش ظابطه فهصلي. غلط، محتاجه تبقى دي ده العادي. وبسمع النصيحه دي من كذا حد وان شاء الله تتطبق يعني بشكل ما فيهوش اللي ما كنتش بحبه مثلا وانا صغير في الدين. ازاي يا بابا كده الموضوع فيه لازم عنف تعمل فكره انك مش اوت اوف حب، ده اوت اوف كده في تكشيره. ليه دي كانت غلطه كبيره برضو جيلنا اتربى عليها انه مدرسين الدين المفروض يعني يحببونا انا كنت احب مثلا قصص سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لان هو بني ادم جميل جدا. كنت احب ده اكتر من الدروس اللي هي بتاعت ما تعملش واعمل وايه ولو عملت ايه تتخصم منك ايه ومش الكالكليتر اللي انت ماشي بيه ده. ما تبص على الصوره الكبيره يعني صح. بص على
سيدنا محمد كان شخص بيعمل حاجات جميله قد ايه، وكان قدوه يعني. من غير بقى ما نقعد نحسبها بالورقه والقلم، بتلاقي الواحد بيلاقي نفسه بيعمل ده يعني لوحده، مش عشان مضطر يعمله، هو بيعمله لان الحياه احلى فعلا كده. انا دي وجهة نظري طبعا. يعني ناس كتير هتبقى بتتفرج على الفيديو ده وشايفه ايه التخريف اللي انت بتقوله ده، او انت راجل كافر، او انت. انا كل واحد علاقته بربنا دي خاصه بيه جدا. يبقى وانا عمري ما هشوف حد اقول له انت المفروض تعمل ده اكتر. ممكن احاول انصحه اخويا، مش هقول له انت المفروض، اقول له ايه رايك ما تيجي نجرب نبطل ده ونعمل ده. ما تيجي نجرب. العيد اللي فات ده كلمت كذا حد من اصحابي، ما تيجي نضحي مع بعض المره دي، طب ما تيجي نخش في مش عارف ايه مع بعض، ونخليها كده اكتيفيتي لذيذه يعني. بس دي علاقتي بالدين. انت بتتكلم مع ربنا اه بس يعني بطريقتك؟ بطريقه، لا يعني يعني اصل انا برضو في حته بخاف منه، يعني اه. بخاف منه جدا يعني. ما بقاش قادر اتكلم معاه كاجوال يعني، ما أصل ده ربنا في الاول وفي الاخر، فبيبقى في حته قوي دي بقى. اه. فبتحصل، بس بيبقى دايما منكمش قوي كده، في خشوع يعني. لما بيحصل ان انا ببقى محتاجه افضفض او يعني اطلب حاجه، لان انا بتروح له. يعني بروح له. ف بس اه انت بتخاف من ايه؟ في حاجات هايفه، وفي حاجات هايفه دي يعني زي الفئران مثلا؟ صراصير. يا صراصير اللي بتطير، اختي. اللي على الارض عادي، لان ده 2 دي. يعني ده بيمشي على الارض يطير يبقى 3 دي، فده ما اقدرش اسيطر عليه ده. اه. اي حشره اكبر من الحجم ده اه. بتطير اخاف. يعني لو كده دبور، نحله بتاع لا، واخاف زي العيال الصغيره يعني. اه. وابقى ويقل رجولتي يعني، اضحي بمراتي ارميها هي على النحله عشان انا ما اتقرصش كده يعني. ف... فدي الحاجات اللي هايفه. الحاجات الكبيره بخاف من من ان انا افلس. اه. بخاف من الفلس قوي. ليه؟ لان انا في بيتين انا مسؤول عنهم، بيتي الحالي وبيتي بتاع ولادي، وعايزهم يعيشوا حياه كويسه وبتاع. طب. الخوف ده قل شويه، كان زمان بيرعبني، بس اتحطيت في كذا مأزق قبل كده في حياتي وعدوا، فبقيت بحس يعني خلاص، يعني ما هي بتعدي، كل حاجه بتعدي يعني. بس ده دايما على طول عامل لي كده خوف، فكره ان انا ابقى مش قادر ماديا ان انا ابروفايد للبيت الحالي وبيت بيت ولادي. ده بيعمل لي رعب على طول يعني، ما اعرفش انام وكده يعني. بخاف من ايه تاني؟ كنت بخاف من الفشل قوي. اخاف ان انا مثلا اقدم حاجه ما تتاخدش، اقول نكته ما تضحكش، دلوقتي ما يفرقش معايا خالص. يا باشا افشل عادي. انت نجحت قبل كده كتير في حياتك، افشل عادي دلوقتي يعني، مش قصه يعني. ما بقاش بيخوف. بس يعني يمكن دي الحاجات يعني اللي بخاف منها. الموضوع طلع عميق فعلا، انت حذرتيني. كويس. لا 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 لا، دي قعدة كنبة بسيطة الحمد كده لله. طب عايزين كده يعني ندردش مع بعض في حاجة وناخد نصيحة من بعض دلوقتي. ازاي واحنا في الاربعينات كده وعندنا كم المسؤوليات اللي انت بتتكلم عنه، وجينا لحد الحتة دي اللي احنا فيها، يعني كنا عايزين نستنى صغيرين، والله ما كناش عايزين نكبر ولا حاجة، بس خلاص يعني ده اللي حصل. كبر. والله ده اللي حصل، كبرنا وفي مسؤوليات وبتاع. ازاي تتجاوز حالات الإحباط اللي ممكن تحصل أحيانا؟ إحساسك بأنه مفيش حاجة بتحصل، ممكن يبقى في ضغوط حواليك. ازاي نعرف نتجاوز ده؟ ان احنا ما نستسلمش لفكره ان احنا كبرنا. في ناس بتعجز بدري، بس ده بإرادته يعني. ابويا عجز بدري. ليه؟ ابويا عجز نفسه بدري. ابويا من وهو عنده مثلا 60 وهو شايف ان هو كده خلاص ميد، هو انا تمام كده، خلصت رسالتي في الحياه. ايه يا حاج في ايه؟ الحمد لله ربنا يديله طول العمر، النهارده عنده 83 سنه. بس اقري بقى البوستات بتاعته على فيسبوك، الراجل مش عايز يقعد على كوكب الارض خلاص، هو مش طايق حياته.
لان هو ده اختياره، وهو بيفكر كتير، مخه اوفر ستيميوليت. انا بالنسبه لي انا عند ال40 والدنيا بقت فيها شويه ركود، وخلاص مفيش حاجه جديده بتحصل. لا يا عم اعمل حاجه جديده. رحت عملت سكاي دايفنج، عملت لي تنشيط كده كانت ايه اول ده مره. اول مره اعمل سكاي دايفنج، والخوف والرعب والسقطه تجربه، وافتكرتها وعملت حفرت حاجه. اتعلم حاجه جديده، احب اتعلمت دي جينج، يعني دي كانت حاجه. راجل اللي عنده 40 سنه وقررت ابقى دي جي. طب ازاي؟ عارفه بقى انا كان نفسي ابقى دي جي امتى؟ وانا عندي 16 سنه. اوه. كانش في سوشيال ميديا ساعتها، طبعا. فكنت ببروديوس مزيكا محدش كان بيسمعها. وبعدين لما كبرت شويه وفي جوازتي الاولانيه قلت لداليا، قلت لها انا بفكر ابقى دي جي. قالت لي دي جي ايه وهيافت ايه يا عم؟ ردت تعالى عليك نفكر في الكارير بتاعنا ونعمل مستقبل وبتاع. دلوقتي في الأربعين انا خلاص عملت الكارير، عملت كل الحاجات دي. انا بحب المزيكا جدا، انا عايز ابقى دي جي يا هند. جابت لي قالت لك العد، اه. اشتريتها لي في عيد ميلادي وبتاع، لقيتها حطها لي مفاجاه وبتاع. قعدت بقى ويوتيوب واتعلم فبقى في ستيميوليشن كده، حاسس بعمل حاجه جديده بتاع. فده بالنسبه للركود. الضغوط بنتعامل معاها ازاي بعد ال40؟ هو زي ما بقول لك كده، انا بقيت بقيس اولوياتي في الحياه. يستاهل احرق عليك بنزين ولا ما يستاهلش؟ ما يستاهلش يبقى خلاص هتضايق، بس هتضايق حاجه قليله. الحته التانية بقى هي ان الواحد بعد ال40 بيبقى عدى ضغوطات وفشل قبل كده، ووقع وعي وفلس كل طب. الحاجات دي عديت بيها خلاص. فلما بتحصل لي في ال40 ما انا عندي خبره بقى ازاي اتعامل معاها، وعارف ان at some point هي هتتحل. هبذل انا شويه مجهود مع شويه توفيق ان شاء الله من عند ربنا بتاع هتتحل وهتعدي. فده بالنسبه للحاجات اللي انت قلتيها بعد ال40 يعني بنتعامل معاها ازاي. بص انا عاجبني قوي جدا علاقتك بهند. مش هحسدكم ان شاء الله يا رب. والله العظيم ان شاء الله. بس والله يعني اللي انت بتحكيه فكره ان انت كان عندك حلم ما، فهي ساعدتك ان انت تفهمت لده وما بصتلوش على انه ايه اللي انت بتفكر فيه ده، فساعدتك انك تعمله. مش مهم تنجح تفشل، مش مهم، اتبسط يعني، اعمل ده واتبسط. فعجباني جدا العلاقه دي. فعايزاك ممكن تقول لو حد في سننا وفي جيلنا هو جوه حياته وجوه جوازه مش مبسوط، يعني بس مش مبسوط ومش عارف يخرج منه لان في ولاد وفي حياة وبتاع، ومفيش تفاهم. فاكيد بتسمع الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي، انه خلاص مش خليها تربي العيال، خليها قاعدة وعنده حياة تانية بره مختلفة يعني. يعني تنصحهم بإيه؟ طيب لو هو ليه حياة مختلفة والدنيا ماشية، خلاص كمل كده. هو غلط بس الدنيا ماشية. غالبا بتبقى الست تعهدت ان خلاص يا عم سيبه يهبل، انا فقدت الامل. هو بيصرف عليا وبيصرف على الولاد، وانا اللي بعوزه بعمله وبتاع. هتبقى مصيبة بقى لو هي اللي عايزة يبقى ليها حياة تانية، طبعا هو مش هيقبل. النصيحة الحقيقية قوي يعني ما تقعدش يوم في علاقة انت مش مبسوط فيها، حتى لو فيها عيال. بس تحرص على وانت بتخرج من العلاقة دي ما تخرجش بخناقة، تخرج بتفاهم وبلان وولادكم يبقوا نمبر 1 عندكم انتوا الاتنين، وعمرنا ما هنستخدمهم عشان نضغط على بعض. يعني في ناس بتعمل كده. لا ده احنا جيلنا تحديدا مضروب بالقصة دي. الولاد يا عيني بيعانوا يعني. وانا سمعت عن رجالة طلقت ونسيوا الولاد خالص. طلقهم معهم يعني، هو طلقها وطلق الولاد شكرا كمان وبتاع، ولا بيصرف ولا بيسأل ولا مهتم اصلا. وكان بعض من العلاقات اللي انا دخلت فيها بعد ما طلقت كانت مع ستات متطلقه. بقى بيكلموني على الناس على الرجاله اللي سابوهم دول، ببقى حاسس هي دي رجاله ازاي؟ يعني ايه سايب ابنه كده يعني وبيبخل عشان مش عايز يدخله المدرسه دي؟ عشان هو ما تدخله احسن مدرسه تقدر تدخلها له، ما ده ابنك طبعا. بستغرب جدا من الموضوع ده. لو انت كراجل او انت كست مش مبسوطين، خرجوا من العلاقه فورا، لان بعد ال40
الشباب خلاص فاضل فيه حبه صغيره، ده الوقت اللي بدل الضايع اللي هتتبسط فيه اخر انبساط شبابي، بعد كده هتتبسط انبساط تاني اه اهدى كده شويه. بس اخرج من هذه العلاقه، بس اهم حاجه نخرج بشكل نظيف قوي وفي تفاهم وبلان محطوطه واتفاقات، ونحضن بعض ونتكل على الله. بس دي النصيحه. طب قول لي، احنا اكيد مش هنقفل بنصيحة، عشان احنا يعني مش معقولة يكون معانا مروان يونس وما نهزرش وما نهيس يعني، حتى تبقى عيب يعني. دلوقتي قول لي ايه اكتر حاجة حصلت لك في حياتك يعني فاني؟ حاجه حصلت لي في حياتي موقف كده فاني غريب جدا بطريقتك بقى. مش عارف، بس انا يعني 3/4 الفيديوهات اللي بعملها دي بتبقى حاجات حصلت في حياتي وبعبر عنها كده، بس انا مش عارف يعني استنى مفيش صح، حاجه. استنى انا نسيت حاجة مهمة جدا. ايه؟ لما عملت الفيديو بتاع العزال ده، ايه الحاجات اللي لقيتها من سنة 80؟ يعني انت قلت لقيت حاجات، ايه هي الحاجات اللي لقيتها؟ هند مراتي ما اه بترميش حاجه، دي شخصيه. لطيفة لطيفة. لا مش لطيفه، لان لما الاقي صابونه، اه انا فتحت صابونه بجد بقول لها دي ايه، اه قالت لي دي كانت في اوتيل هي زارته في مش عارف ايه، وهي عندها 16 سنه مثلا. سوفونير. طب ما خلاص بقى، يعني استخدمها يعني اه ارميها، انما تفضل في علبتها اللي شبه الايربودز، اصلا كنت فاكرها ايربودز في تكنولوجيا لقيتها صابونه الله. طب بتعمل، وبعدين ممكن تبقى سايبه مثلا كوبونات بتاعت تاسكو وكوسكو والحاجات اللي هي بتاعت امريكا، لان هي كانت عايشه فتره في بس امريكا عايزه اقول وعايشة لك ان في انا إنجلترا. جوزي بيعمل كده برضه. ما هي شخصيات، انا برمي اول باول. انا ممكن يعني يحتفظ بالتيكت بتاعت الحاجات اللي زرناها، يحتفظ بالتيكت بتاعت السينما، يحتفظ. لا دي واقول حاجه لك على تانية، دي حاجه. حاجه تانية، يعني ان انا احتفظ بيها عشان تمثل لي ذكرى اه ماشي، انما عشان ده هيجيب لي ديسكاونت بعد 30 سنه لا هو مش ما لا لا محتفظه بيها عشان احتمال لو راحت امريكا ده يستخدمه. لا بيحتفظ بالحاجات للذكر. انا لما بيعدي وقت واعرف اشوفها معاه بتبسط يعني، في اي الحقيقه ماشي، بتبقى حاجه دي لطيفه الحاجات يعني. اللي فيها ذكريات دي تمام، انما لا انا بلاقي. وبعدين هند بس بتطلع بقى قروب اصلها. اه يعني مثلا الدريسنج روم القديمه بتاعتها فكتها من على الحيطه اه ومعفنه، دريسنج روم معفنه قديمه خلاص، ما عاشت معاها 13 سنه. هند نرميها، اصبر هنرميها. فضلت حطها لي في الروف، حطها لي في الروف. اه نزلت يوم رحت الشغل، رجعت لقيت معمول بالخشب بتاعها سور مش عارف ايه يتعلق عليه زرع ايه بتاع ايه. هاي الله، هاي ده انت شاطره قوي تقول لي اه وموفره، اه وهي صح عندها حق يعني بتاع بس الكراكيب بقى. لا انا لقيت ايه تاني اللي كان غريب قوي من سنه 80. من سنه. لا ايه لقيت تليفونات اللي هي النوكيا القديمه دي. الله لقيت تليفون ساتلايت ما بيشتغلش انه انقرض. اه لقيت جهاز، عارفه الحاجات اللي هي ده كانت بقت كلها اثار، ده بيجر، اثار. لقيت بيجر. اه ده اثار. اثار بالظبط. طبعا احتفظ بيهم، ده اثار. اعمل مزاد عليهم بعدين. وتقول لي يمكن نحتاج، اقول لا مش هنحتاج. جي بي اس اللي هو اللي كان جهاز، اه ما هو ايوه بس هو هيبقى حاجه نفتكرها بعدين يعني، ده جزء من طفولتنا ومن شبابنا ومن ذكرياتنا. الحمد لله. سيبها تعمل اللي هي انا عايزاه. بسيبها الحمد لله وخلاص. طيب انا عايزه اسالك سؤال مهم جدا. امم انت سعيد؟ دلوقتي ما كنتش سعيد قبل كده، وتعالجت من الاكتئاب لان كان عندي ميول انتحاريه، وقلت الكلام ده قبل كده يعني. ورحت اتعالجت وخدت ادويه وبعدين ظبطت حياتي حاليا الحمد لله سعيد. السعاده بالنسبه لك ايه مروان؟ السعاده بالنسبه لي الاستابيليتي، و بس بدون ركود يعني. ما يبقاش فيها ملل مش تقصد فيها ولا؟ ملل، ما يبقى يعني مش ما تبقاش روتينيه، امم بس تبقى ثابته على الارض كده، علاقه كويسه، شغل كويس، الاستقرار بشكل عام. دخل كويس، اكل كويس، اللي هي كل حاجه تبقى كويسه. بس كل فتره كده يبقى فيه مغامره مغامره تعمل كده. اه دي بالنسبه لي السعاده. بس